عربية. لكن الفكرة ان احنا بعد لما الناس سألت بعد الحادثة البنت دي، هل اللي حواليها كانوا حاسين بان هي ممكن تقدم على انها تضحي بنفسها بالطريقة دي؟ وطبعا كلنا عارفين ان النفس دي اهم حاجة عند البني ادم. فازاي هانت عليها نفسها؟ ازاي الناس اللي حواليها ما حسوش بده؟ ازاي كل واحد فينا ممكن يكون قاعد مع حد وهو مش حاسس بيه نهائي؟ فعايزه منكم بقى واحد متطوع كده يفتح الفيديو ويقول لي ان هو معايا كده، علشان طبعا انا بحب المحاضرات اللايف، بس يعني ايه مضطره اديها اونلاين. فعايزه واحد بس يتطوع ويقول لي ان هو هيعمل معايا النشاط ده، بس لازم يفتح الفيديو. أنا يا دكتور أنا تسليم. في يا جماعه حد فاتح ممكن تعملوا ميوت؟ يتقدموا للامام مش يريحوا بالكلام. ممكن يا جماعه حضرتك تعملي ميوت من عندك يا دكتور، ممكن حضرتك تعملي ميوت من عندك لكله. ميوت اون. أنا يا دكتور متطوعة مع حضرتك. أنا تسنيم. تسنيم. طب يا تسنيم، تسنيم انا مش شايفه بس الفيديو بتاعي. أنا أدي أهو فاتحة الكاميرا. ايوه شايفاكي. طلعي بقى ورقه يا تسنيم، ورقه فاضيه. هي بس هقفل الفيديو وأجيب ورقة. ماشي يلا بينا. كنت بكلمكم يا جماعه على ان احنا بنكون قاعدين مع ناس عقبال ما تسنيم بقى ترجع. احنا بنبقى قاعدين كأب وأم، كأخوات، كأصحاب في الجامعة، في المدرسة، وعليكم السلام في ورحمة الله النادي. وبركاته. أنا مستعدة. أنا اه انا بس محتاجة منك صباح انت اللي تعملي ميوت، علشان انا مش هقدر اركز في حاضر الميوت حاضر. فكنا بنقول ثواني يا تسنيم، اديني دقيقة واحدة. الناس احنا كلنا قاعدين. هو حضرتك عملتي ميوت للدكتور هي خلاص مفيش مشكلة، انا شلتها حبيبتي. فبنفتكر ان احنا مركزين معاكم، بنفتكر كأم وأب ان احنا عارفين ولادنا، اخوات عارفين بعضهم في الجامعه في المدرسه في وات ايفر، وبندعي ان احنا عارفين بعض، لكن في الحقيقه احنا مش مركزين مع بعض ومش واخدين بالنا كل واحد فينا بيحس بايه وبيشعر بايه وممكن يقدم عليه. فتعالي بقى كده معانا. عايزه اشوف الفيديو بتاعك كده، وافتحي بقى الورقه اللي احنا اتفقنا عليها. هو انت كده فاتحه الفيديو؟ تمام. أنا فاتحة. انا مش شايفاك، مش عارفة. طيب معاكي ورقه؟ معاكي ورقه يا تسنيم؟ معايا. طيب انت بتستخدمي الموبايل قد ايه في اليوم؟ يعني مرة كتير بتستخدميه كام ومرة ساعة في قليل. اليوم؟ يعني حوالي كام ساعة في اليوم؟ ساعتين مثلا. ساعتين. طيب ده على فكرة قليل وحلو قوي. طيب بتكتبي بالكيباد بتاعة الموبايل؟ طيب أنا عايزاكي ما يبقاش معاكي موبايل وانتي بتكلميني دلوقتي، تشيليه خالص من جنبك. هو أنا فاتحة then من اللابتوب. من اللابتوب. طيب تمام. أنا عايزاكي بس إيه، ما تبصيش عليه، واكتبي بقى في الورقة كده، ارسمي قدامنا في الورقة الكيباد بتاعة الموبايل شكلها عاملة ازاي من خيالك. فين؟ تمام.
ايه ده؟ ايه القرف ده؟ طب ليه يا محمد؟ يعني انت عندك معلقه؟ ها يا تسنيم، ايه الاخبار؟ هو أنا دلوقتي برسمها. بس ورينا كده وانتي بترسميها، وعايزينك ايه زي ما اتفقنا كده، مش هتبصي خالص على الموبايل، بس بسرعة بقى عشان ايه نوريهم. انا الغريبة ان انا الصورة بتاعتك مش جايلي خالص، مش عارفة. طيب خلاص كده ولا ايه؟ أنا خلصتها. طيب تسنيمي ورينا. تمام. هي مش واضحة قوي بس هي مش واضحة، انت عاملاها بخط خفيف قوي. طيب عايزاكي تبصي عليها، لو هما مش هيشوفوها كويس عايزاكي تبصي عليها وتبصي على الكيباد بتاعت الموبايل بتاعك، بس بسرعة سريعا بقى. تمام دي. هو في حاجات أنا ما كتبتهاش. وحاجات كتبتيها غلط. لأ، هو في حاجات أنا كنت كاتباها بس في حاجات ما كتبتهاش طب ليه ما كتبتيهاش؟ عشان ناسيها ناسياها. طيب أو مش فاكراها. طبعا انا النشاط ده احنا بنعمله مع مجموعات من الناس يا جماعه، مجموعات بيكونوا تقريبا بالمية قاعدين، كل واحد بيقلب موبايله وبيكتب بيرسم الكيباد بتاعت الموبايل، بيعجز على ان هو يرسمها لسبب واحد، لان هو الهدف من الموضوع ده او الهدف من النشاط ده ان احنا نقول للناس ان احنا فعلا بقينا اكتر حاجه بنستخدمها في اليوم احنا مش مركزين معاها خالص. يعني حتى لو ادعينا ان احنا مركزين، بس هي في الحقيقه احنا مش قادرين نركز تماما فيها. فبندعوكم من النهارده ان احنا عايزين دايما نصفي ذهننا، الحاجه اللي احنا بنعملها نعملها صح ونركز فيها كويس جدا، والموبايل ده اكتر حاجه انتوا بتستخدموه. فتخيلوا بقى علاقاتكم باللي حواليكم، بصديقتكم، بزميلكم في المدرسه، في الجامعه، بامك وابوكي، هل انتم مركزين معاهم؟ هل انتم مركزين مع اولادكم فعلا، ولا انتم بتدعوا ان انتم مركزين بس انتم مشتتين في حاجات كتير قوي وما انتوش عارفين تركزوا؟ طيب خلينا بقى نقول الصحه النفسيه. يعني ايه الصحه النفسيه؟ الصحه النفسيه عموما هي قدره الانسان على الشعور بالسعاده، وقدرته على تكوين علاقات صادقه مع الاخرين، وقدرته على العوده للطبيعه بعد التعرض لاي ازمه. ده مفهوم العام للصحه النفسيه. يعني اول حاجه الكلمه الاولانيه الشعور بالسعاده. انتوا سعداء؟ كل واحد يرد على نفسه، هل انتوا سعداء؟ طيب الحاجه الثانيه قدرتكم على تكوين علاقات. هل علاقاتكم بالناس علاقات سويه، ولا دايما في شد وجذب وعدوان ومشاكل والناس بتبعد عنكم وما انتوش قادرين تعملوا علاقات مع الناس وهكذا؟ عندكم صحاب واصحابكم بتحبكم، اهاليكم راضيين عنكم، ولادكم تمام. دي مؤشر للصحه النفسيه. لكن لما يكون في مشاكل كتيره في علاقاتكم، بتزعقوا كتير، بتخانقوا كتير، الناس بتسيبكم، انتوا بتسيبوا الناس، هكذا، يبقى تعرفوا ان انتوا في غير مرحله الصحه النفسيه، انتوا في مرحله اللاسويه. طيب تعالوا بينا للنقطه الثالثه. هل ده بس هو الصحه النفسيه؟ لا. طب افرض انت عايشه حياتك كده وانت عايش حياتك وما عندكش ازمات، الحمد لله. طبعا انا بتكلم ازمات كبيره، فقد، ضغط، مشاكل، تروماز، الحاجات الجامده، كوارث، حاجات زي اللي بتحصل في غزه كده، مصايب وناس بتموت وبراكين وزلازل والكلام ده كله. هل انت عندك القدره على ان انت ترجع لطبيعتك بعد اي ازمه او ضغط نفسي بيواجهك، ولا انت اول ما بتتعرض لازمه بتفضل في المشكله دي؟ فهو ده مفهوم الصحه النفسيه، مش مفهوم ان انت عادي عايش مقضيها. الكلام ده لا، ده
هو ده مفهوم الصحة النفسية. طب ايه العوامل اللي بتأثر على الصحة النفسية؟ عندنا أول حاجة التاريخ الأسري. هل الأهل بصحة نفسية؟ هل عندكم خبرات أصلا بالصحة النفسية؟ هل انتوا وارثين جينات معينة ليها علاقة بالصحة النفسية أو بتأثر على الصحة النفسية؟ يبقى احنا بنتكلم على 3 حاجات هما اللي بيأثروا على صحة البني آدم النفسي: تاريخه الأسري، خبراته، جينات. التاريخ الأسري الحاجات اللي اتعرض لها: فقد، ضرب، إهانة، يعني بما معناه إساءات في الطفولة. هل انتوا باباكم ومامتكم كان بيعاملكم معاملة كويسة؟ هل انتوا اصلا كنتوا عايشين معاهم؟ هل هم كانوا على دراية بازاي يربوا؟ الحاجات دي كلها. خبراتكم بقى اللي انتوا اكتسبتوها في المراحل العمرية المختلفة، سواء في المدرسة، في الجامعة، مع الأصدقاء، مع المدرسين، وهكذا. الجينات دي حاجات وراثية، بس هي ما بتتعداش ال 20%، علشان بس تبقوا عارفين. طيب، مين بقى أسس الصحة النفسية؟ مين قال الصحة النفسية؟ الصحة النفسية ده علم. بعض العلماء عملوا مدارس كده على الصحة النفسية، ومنهم سيجموند فرويد، وده أبو علم النفس، واتكلم على الصحة النفسية وعلم النفس، وعمل مدرسة اسمها المدرسة التحليلية. قال إيه بقى يا جماعة عشان بس تبقوا عارفين؟ قال إن في إن البني آدم متقسم ل3 كومبوننت. إيه الأولاني؟ حاجة اسمها الهو، وحاجة اسمها الأنا، وحاجة اسمها الأنا الأعلى. أنا ليه بديكوا الحاجات دي؟ علشان تبقوا عارفين مكنونات النفس، ازاي انتوا مخكم بيتعامل مع المواقف المختلفة اللي انتوا بتتعرضوا لها. طب ايه هو الهو؟ قال لك الهو دي صح، الايجو، برافو، والسوبر ايجو، برافو جدا الاء، برافو يا الاء. اللي هو الغرائز اللي بتتحكم في الانسان. وعشان كده هنا سيجموند فرويد عابوا عليه جامد، لان هو اختزل البني ادم في ان هو ماشي ورا غرايزه. قال يبقى كده انت ما بتفرقش ما بين البني ادم وما بين الحيوان، لان الحيوان بيجري ورا غرايزه. لا، احنا عايزين نقول ان الانسان اسمى من كده. طيب، الحاجه الثانيه ايه؟ الايجو احنا بنمثلها بايه؟ بنقول ان المجتمع اللي حواليك. السوبر ايجو هو المنظم والايجو. بالظبط. انا هقول لكم بالظبط بطريقه سهله كده عشان تبقوا عارفين. هي الغرائز اللي بتتحكم فينا. ايه الغرائز؟ الاكل، الشرب، الجنس. دي ال3 حاجات اللي بتتحكم في البني ادم كغريزه. طب هنيجي للنقطه الثانيه، النقطه بتاعه الايجو. هو قال لك المراقبه المجتمعيه. يعني ايه المراقبه المجتمعيه؟ هديكم مثال كده ظريف. واحد جعان بطنه وجعان من الجوع، هيموت، ما اكلش من اول امبارح، وماشي جنب مخبز ولقى عيش، عايز يمد ايده ياكل، معهوش فلوس. هو اللي هي الغريزه بتقول له انت جعان، مد ايدك وخد العيش ده. الايجو هيجي يقول له ايه؟ المراقبه المجتمعيه. طب لو الناس شافتك وانت بتسرق؟ طب لو صاحب المخبز قفشك؟ طيب لو البوليس قبض عليك؟ طيب لو مش عارفه ايه؟ دي اسمها المراقبه المجتمعيه. لو زالت، الايجو بيتحكم فينا، او الغرائز هتتحكم فينا. طيب ايه السوبر ايجو بقى؟ السوبر ايجو هو العادات، التقاليد، الدين، كل القيم اللي احنا اكتسبناها في التربيه، واكتسبناها من اهالينا، واكتسبناها من ديننا، وهي اللي بتريجوليت او بتتحكم فينا. ممكن تعملوا ميوت يا جماعه؟ ميوت. السوبر ايجو هو المعتقدات، الدين، العادات، الخبرات، القيم اللي احنا اكتسبناها من التربيه. كل الحاجات دي ثانية واحدة يا دكتورة، في ايكو جامد جدا، في ايكو جامد. عشان كله في يعمل ميوت بعد اذنكم. وصباح ممكن تعمل ميوت قول من فضلك يا صباح. هو انا عملت بس للاسف بيقفل عند الدكتور كمان. انا هفتحه لما يقفل. ميوت قول، لا هتفتحه عادي ما فيش مشكلة. ميوت قول. تمام. ميوت قول. اتفضلي يا دكتور. تمام. يبقى احنا قلنا السوبر ايجو هم العادات والتقاليد والدين والقيم وكل الحاجات اللي احنا اكتسبناها في خلال الرحله بتاعتنا. طيب تفتكروا الايجو ده اللي هو المراقبه المجتمعيه مع الراجل بتاع المخبز لما يغيب؟
البني ادم لو اتحكم فيه الغرايز بتاعته ايه اللي هتحصل؟ اللي هو هيتحكم فيه هيمد ايده ياخد العيش، صح؟ وصاحب المخبز مش موجود اللي هو الايجو. طيب السوبر ايجو بقى هنا هيجي دور ان حتى والمراقبه المجتمعيه مش موجوده هيجي بقى يقول ايه؟ يمد ايده عشان ياخد العيش؟ يقول لا، طب وربنا؟ طيب والعادات؟ طب واخلاقي؟ طيب والتربيه اللي انا اتربيتها؟ طب والقيم بتاعتي اللي بتقول ان السرقه غلط وحرام وهتقل مني ومن شخصيتي؟ فيجي هنا السوبر ايجو يتحكم في البني ادم ويقول له لا، ما تمدش ايدك على العيش لان ده غلط. طيب مع غياب السوبر ايجو بيفضل الايجو موجود. لو السوبر ايجو والايجو اختفوا اللي هو المراقبه المجتمعيه والعادات والتقاليد والدين ما بقتش موجوده، يبقى ايه اللي هيتحكم؟ هيتحكم الهوى اللي هو الاي دي اللي هو الغرايز. فهتلاقي الناس بتسرق، وهتلاقي الناس بتعمل موبقات، وهتلاقي الناس بتعمل حاجات وماشيين بدماغهم ولا هممهم اي حاجه. وعشان كده الثلاث حاجات دول بيريجوليت بعض. طب انا هسالكم سؤال وتردوا عليا دايما في الشات كده، عايزاكم دايما تصحوا معايا كده وردوا عليا. تفتكروا مين اللي المفروض يكسب عشان الانسان يبقى في صحه نفسيه كويسه؟ الغرايز ولا المراقبه المجتمعيه ولا العادات والتقاليد والدين؟ الاء بتقول الايجو. الايجو لو كسب هيحصل توازن في الصحه النفسيه. الدين اللي هو السوبر ايجو، الدين لو كسب دايما هو هيحصل توازن في الصحه النفسيه. العادات والتقاليد والدين، الضمير، كلكم بتقولوا ان في حاجه واحده هي اللي لازم. بالظبط بالظبط. انا عايزه بقى ارجع للي قال التوازن. انا يا جماعه ربنا وهو عارف كويس جدا مكنونات نفسنا، وعارف ان احنا هنغلط وهنتوب وهنصلح اخطائنا. فلازم يكون في توازن عشان يحصل الصحه النفسيه. الغرايز هتزن علينا وتقول لنا اغلطوا، اعملوا الحاجه الغلط دي. فبعض الاحيان ممكن نغلط، لكن هيجي المراقبه المجتمعيه تريجوليت. هنكون بنسوق العربيه وماشيين على سرعات عاليه، بس الرادارات هتاخد السرعه وهتجيب لنا مخالفات. دي الحاجات المجتمعيه، المراقبه المجتمعيه. لكن لو ما فيش رادار ممكن الدين والاخلاق والعادات والتقاليد تتدخل، فبرضه نقف ساعه الاشاره. حياتنا ساعات ده بيكسب وساعات ده بيكسب وساعات ده بيكسب، وبيحصل هنا التوازن عشان يحصل الصحه النفسيه. لو واحد فينا ماشي على الصراط المستقيم طول الوقت او بيدعي انه ماشي على الصراط المستقيم طول الوقت، هيبقى ده شخص بدون صحه نفسيه، لان هو كده حاطط على نفسه بريشر وضغوط هو لا يستطيع ان يتحمل. ولو واحد تاني غرايزه اللي طول الوقت متحكمه فيه وهي اللي بتمشيه، يبقى البني ادم ده هيوصل ان هو يكون حيوان. ولو الشخص ده معتمد فقط على المراقبه المجتمعيه، ان بابا موجود ومامته موجوده وصاحب المخبز قاعد وفلان موجود وصاحبته هتقول عليه ايه وكذا، اول ما الناس دي تنفض من حوله هتلاقيه بيرتكب من الاخطاء اللي فعلا حاجات مش المفروض ان هو لا يقبلها على نفسه ولا المجتمع. فاحنا يا جماعه احساس ان انا مش عايزه اغلط وفي جلد الذات، جلد الذات ده احنا ده ورشه تانية هنقعد نتكلم فيها كتير جدا. بس طول ما انت بتصلح اخطائك، احنا عندنا 3 انواع من الانفس يا جماعه. عندنا حاجه اسمها النفس المطمئنه، عندنا حاجه اسمها النفس اللوامه، وعندنا حاجه اسمها النفس الاماره بالسوء. النفس الاماره بالسوء دي طول الوقت هي اللي بتدعونا الى الحاجات الغلط. النفس اللوامه اللي هي طول الوقت بتفكرنا بالصح والغلط والعيب والحرام، ودي حاجه حلوه جدا انها تبقى موجوده. بس بلاش جلد الذات، لان جلد الذات هيخلينا نتاخر مش نتقدم. بس النفس اللوامه لازم تكون موجود تحاسبنا على الغلط والصح. والنفس المطمئنه دي اللي يا ريت كلنا نوصل لها في يوم من الايام، ان احنا نبقى حاسين ان احنا ضمايرنا مرتاحه، عاملين اللي علينا، ربنا راضي عننا. ودي طبعا اعلى انواع الانفس، ويا ريت كلنا نوصل لها في يوم من الايام. طيب خلونا بعد ما اتكلمنا على سيجموند فرويد واتكلمنا على مكنونات النفس والصراعات اللي بتحصل لنا ما بين الهو والانا الاعلى وازاي نوصل لده، قلنا ان احنا سيجموند فرويد لما عابوا عليه جابوا بعد كده حاجه اسمها
مدرسة تانية اسمها المدرسة السلوكية، وبعد كده كانت المدرسة النفسية. طيب الإنسانية. فطب خلينا نتكلم كده على مين اخترع أو مين اشتغل على المدرسة النفسية. المدرسة السلوكية جمعت ما بين، قالت لا، الإنسان بيتحكم في سلوكه، ما بيتحكمش فيه الغرائز بس. فلما بيعمل سلوك وبيحصل له ريورد على السلوك ده فهو بيكرره. لما بيعمل سلوك والناس بتستاء منه أو بيحصل حاجة مشكلة نتيجة السلوك ده هو هيبعد عنه. جت المدرسة الإنسانية قالت لا، مش بس السلوك هو اللي بيتحكم في الإنسان ولا الغرائز، في حاجة الاتنين مع بعض. فأسست مدرسة اسمها المدرسة الإنسانية، وكان مازلو هو صاحب المدرسة دي، من الناس اللي اتكلمت في المدرسة دي، وعمل هرم اسمه هرم مازلو، وهنتكلم عليه إن شاء الله. طيب تعالوا عايزاك نتكلم على هرم مازلو. أنا مش للأسف هو بس مش في السلايدز معايا، بس هرم مازلو ده بيقول إيه؟ إن البني آدم عبارة عن هرم. لما بيتحكم فيه، أول حاجة قاعدة الهرم الاحتياجات الفسيولوجية. البني آدم أول ما الاحتياجات الفسيولوجية اللي هي الغذاء والماء والراحة يتحققوا، أيوة، بتاعت حاجات الإنسان، بتاعت الإنسان، هيبتدي يبحث عن الليفل التاني الأعلى منه اللي هو الاحتياج للأمان. فلو اتوجد في بيئة آمنة زي بيت آمن، مدرسة آمنة، مجتمع آمن، هيبتدي يحقق الليفل اللي بعده اللي هو الاحتياجات العاطفية اللي هي الصداقة والحب والانتماء. برافو عليك يا نورهان، كل الكلام ده صح. طب لو حقق الاحتياجات العاطفية ينتقل للمستوى الأعلى في الهرم وهو الاحتياج للتقدير. فلما الناس اللي حواليه تثق فيه وتقدره وتقول له برافو عليك، هيبتدي يوصل لقمة الهرم. وقمة الهرم هنا بالنسبة لماسلو هو الاحتياج للتحقق وتقدير ذات. يبتدي البني آدم يقول الله، أنا بني آدم كويس، أنا موجود، أنا حلو. طب تفتكروا لو البني آدم ما حققش الليفلز اللي تحت، هل هيوصل ان هو يقدر ذاته؟ يعني مثلا البني ادم لو الناس مش مقدراه هو هيقدر ذاته؟ لا خالص. طب البني ادم اللي عايش في بيئه غير مطمئنه ولا امنه هيقدر ذاته؟ لا خالص. البني ادم اللي ما بيوفيش الاحتياجات بتاعته الفسيولوجيه، اكل وشرب وراحه وهكذا، هل ده بني ادم هينفع يقدر ذاته؟ لا. يبقى اذا مازلو كان عنده حق ان لازم الاحتياجات دي كلها تلبى عشان نوصل في الاخر لتقدير الذات. تعالوا بينا بقى ناخد نبذه كده عن المرض النفسي والمرض العقلي، علشان في ناس كتير قوي مش عارفه الفرق ما بين بيقولوا ايه الفرق السيجنيفيكانت او الواضح ما بين المريض النفسي والمريض العقلي. المريض النفسي مدرك انه مريض، لكن المريض العقلي غير مدرك. المريض العقلي هديكم اكزامبل على مرضى العقليين. اشهر مرض في مرض العقلي هو الفصام. الناس اللي احنا بنقول عليهم حاجه في الاعضاء البيولوجيه، فعلا في كيمياء المخ، في لخبطه في كيمياء المخ، برافو. المريض العقلي اشهر مرض عنده هو مرض الفصام. الناس اللي بيمشوا في الشارع دول بينظموا المرور وبينكشوا شعرهم وهكذا، واحنا بنقول عليهم ايه؟ انهم مجانين. مفيش حاجه يا جماعه اسمها مجنون. مفيش حاجه في الصحه النفسيه اسمها مجنون، في حاجه اسمها مرض الفصام. فعشان كده المريض ده مهما قعدت قدامك واتكلمت معاه وقلت له انت مريض، هو مش مدرك. لكن المريض النفسي ده مريض مدرك للمرض النفسي اللي بتاعه، وبيدفعه هذا الإدراك إن هو يبحث عن العلاج. فتلاقي إن المريض النفسي ممكن يتردد على عيادة. صح يا آلاء، صح يا نورهان، المريض النفسي بيحدث خلل في نفسيته ومش قادر على التعامل مع البشر، بس هو مدرك إن هو مريض وممكن يروح العيادة ويطلب العلاج. أيوه، يكون عايش في خياله ومش حاسس بالحقيقة. برافو يا مصطفى، هو عايش في خياله، ده المريض العقلي. ولا يمكن هو يطلب ان هو يتعالج لان هو اصلا مش حاسس. انت لو انت قلت له تعالى انت مريض مش هيصدق. طيب احنا عندنا في حاجه اسمها امراض ذهنيه وفي حاجه اسمها امراض عصبيه. والامراض الذهنيه دي هي المرتبطه، صح، الامراض الذهنيه اللي هي العقليه هي فعلا وراثه. برافو عليك. الامراض الذهنيه تقريبا 90% بيكون منها وراثه، بتشمل أعراض غير طبيعية، تفكير غير منطقي ومش مدرك وعنده انفصال عن الواقع وبيهلوس وعنده أوهام وبيجيله ضلالات في المخ بتقول له الناس دي عايزة تقتلك، مش فلان بيمشي وراك، فلان كذا.
ضلالات ووساوس وكل اللي انتوا عايزينه وبتقولوه ده. في لخبطه في كيمياء المخ، فبيجي له حاجه كده اسمها ضلالات، واللي مش عارف ضلالات دي اصوات بتيجي في الودن بتقعد تكلم المريض العقلي وتقول له على فكره الناس دي بتكرهك، على فكره الناس دي مش بتحبك، قوم اقتل فلان، قوم موت فلان، قوم مش عارفه اعمل ايه، كسر الاوضه دي، انتحر. الضلالات دي هو ما بيبقاش هلاوس سمعيه وبصريه، برافو يا نرهان، كل الكلام ده مظبوط، بتاثر عليه وبتخليه يقوم يعمل الحاجه اللي مطلوبه منه كأن هو الندهه بتندهه. على فكره في بعض الكرة والنجوع والمراكز بيفتكروا ان دي بيقول لك ده ملبوس، لكن هو في الحقيقه مش ملبوس ولا اي حاجه، هو عنده مرض عقلي. طيب الاضطرابات الذهنيه ده نوع من الاضطرابات العقليه العاطفيه، بتسبب عدم استقرار عقلي. ما فيش حاجه في العقل، العقل سليم، لكن هو عنده عدم استقرار عاطفي. عدم الاستقرار العاطفي لا انا فتحتها عادي، انا فاتحاها مفيش اي مشكله، انا عايزاكم انتوا كمان تفتحوا الكاميرا عشان تشوفوا. الاضطرابات العقليه العاطفيه دي بتسبب عدم استقرار عاطفي وشعور بالضيق والعجز. فاحيانا مريض العصاب ده بيحس بالتعاسه والاكتئاب، فبيبقى عايز يبعد عن الناس، مش قادر يقوم بالحاجات الاجتماعيه بتاعته، علاقاته بتتدهور، عنده درجه من العدوانيه، فقدان للاحساس بالواقع وادراكه، على غرار الاضطرابات الذهنيه. وبيقولوا ان الامراض العصبيه مرتبطه بالجهاز العصبي، ويوجد وجهه نظر اخرى بتقول ان الاضطرابات العصبيه درجه سطحيه او خفيفه من الذهان، ودي حقيقه ان الاضطرابات العصبيه هي درجه من الذهان، بس ما بتوصلش ان البني ادم يفقد الادراك بالواقع. طيب تعالوا كده نشوف ايه الامراض اللي هي بتكون ليها علاقه بالعصاب. زي ايه اشهر مرض؟ مرض الاكتئاب، وده بيقع فيه المراهقين اللي في السن ما بين ممكن نقول 13 سنه حتى سن 18 او 21 سنه، بيبقوا اكتر عرضه لامراض الاكتئاب. واكيد كلكم بتحسوا بالحاجات دي. ليه؟ لان في تغير في الهرمونات، فدي حاجه مش بايديك، تغير الهرمونات وتغير الشكل، سايكوزس، ايوه بالظبط كده. فتغير في الهرمونات، تغير في الشكل، الحاجات دي كلها بتأثر على الصحة النفسية. اوكي، فبيكون في مزيج من مشاعر الحزن، تحت امرك يا حبيبتي، بيكون في مزيج من مشاعر الحزن، التشاؤم، اليأس، القلق، الذعر. طبعا المراهق في الفترة دي، واكيد انتوا كلكم لاحظتوا ان هو بيتغير في شكله، مناخيره بتكبر في الاول، شكله بيبقى كذا، الولاد صوتهم بيتغير، عبارة عن فكرة مريض مصدقها ليس. انا بس مش قادرة اقرا كل الكلام اللي في الشات، بس على فكرة انتوا ممكن احنا نعمل كمان نص ساعة في الاخر نتكلم فيها مع بعض لو انتوا تحبوا. المشاعر دي مشاعر حزن، تشاؤم، يأس، قلق، ذعر. في انواع من الفوبيا كمان دي بتدخل تحت امراض العصبية، زي الفوبيا اللي احنا بنقول عليها الفوبيا مثلا من الحيوانات، ساعات بيبقى في فوبيا من الاماكن المغلقة، ساعات بيبقى فوبيا من الاماكن المرتفعة. برافو جدا يا نورهان، واضح ان انت يا نورهان دارسة صحة نفسية. ففي انواع من الفوبيات بيبقى ليها اعراض جسمية بتظهر، زي التعرق، عدم القدرة على النوم، رعشة، الحاجات دي كلها بتدخل برضو تحت الامراض العصبية. طيب عندنا كمان الثقة بالنفس والخجل وضعف الشخصية، ده برضو نوع من اسمه الفوبيا الاجتماعية، وده بيكون لما يكون البني ادم هيطلع مثلا على الستيج عشان يتكلم، او هيمسك مايك عشان يتكلم، او هيحكي مثلا برزنتيشن، او هيطلع. انتوا عارفين مثلا ان في بعض المشاهير عندهم المشكله دي، عندهم مشكله بتاعه الفوبيا الاجتماعيه دي. فمثلا محمد منير نظره ضعيف، ما بيلبسش نظاره عشان ما يشوفش الجمهور وهو بيغني، لان اللي بيغني ده وشاف الجمهور هيبتدي يتلجلج ومش هيقدر يكمل. فتخيلوا ان اشهر مطرب زي محمد منير ما عندوش القدره على ان هو يواجه الجمهور، فبيضطر يقلع النضاره عشان ما يشوفهمش فيقدر ان هو يواجههم. ودي في ناس كتير قوي الرهابه اللي اكتب. برافو عليك.
طيب ايه تاني من المشاعر السلبيه بقى اللي بتاثر في الامراض العصبيه؟ عدم الاستقرار العاطفي، التقلب العاطفي، زي ما دايما احس بشعور بالذنب، الضيق والحزن. يا جماعه لو الحاجات دي مبرره فما فيش مشكله، لكن احيانا بتكون غير مبرره. يعني انا زعلان، انا مكتئب، انا متضايق، بس انا مش عارف من ايه. لكن لما يكون مثلا حد ضايقني وانا مكتئب او زعلان، ده ما يبقاش اسمها، ما نشخصوش بان هو حاجه عصبيه. وفي كل الاحوال نحن لا نشخص يا جماعه، عشان بس نبقى عارفين الدكتور فقط اللي بيشخص، وبيشخص في العياده بتاعته. كمان بيصحبها بعض الاضطرابات المزاجيه، استجابات اجتماعيه عاطفيه غير مستقره، فتلاقيه بيبعد عن الاصدقاء، عنده حالات احباط، على طول حالات اكتئاب، حسد، سرعه الغضب، على طول حاسس انه محسود وان الناس كلها بتحسده، سرعه غضب، بيستثار بسرعه جدا، حد يقول له لا اله الا الله يقول له عليك غضب الله، حساسيه شديده وميول عدوانيه. عارفين اللي بيقولوا صباح الخير يقول له كمان انت بتقولي صباح الخير؟ في اعراض هستيريه، في حاجه اسمها عصبي هستيري، اللي هو فجاه يبقى بيضحك وعايز يرقص وبيزقطط وبيتشقلب، وفجاه انسحب من المجتمع، وكل ده بدون اسباب. يعني لا احنا عارفين هو بيرقص ليه ومبسوط ليه، ولا عارفين هو زعل. مشاكل متراكمه ممكن تاثر عليها، لكن السبب الرئيسي بيكون ان هو فعلا عنده ميول للامراض العصبيه دي، وحاجات متراكمه زي ما بتقولي، وما قدرش ان هو يتعامل معاها وما استشارش المتخصص. ايه بقى بتكون من الاعراض الجسديه كمان؟ ممكن يحصل خرس هستيري، عمى هستيري. في ناس يجي يتعرضوا لصدمه عصبيه جامده، يشوفوا مثلا واحد بيتقتل قدامهم يفقدوا النطق. هل هم فقدوا النطق نتيجه ان هم عندهم حاجه عضويه مثلا في اللسان او في الحنجره او كذا؟ لا، ده بيكون راجع للصحه النفسيه، الصم الهستيري وفقدان الوعي. واحيانا بيجي عمى هستيري، شافوا حاجه هم مش عايزين يشوفوها او ما قدروش القدره على ان هم يتقبلوها كبني ادمين طبيعيين، فبيبتدي يحصل لهم هذا العمى الهستيري. طبعا انا بجري في الحاجات اللي هي عشان عندنا حاجات كتيره قوي عايزين نتكلم فيها، وعايزه اديكم انتوا كمان فرصه تتكلموا. عندنا اعراض ذهانيه. ايه بقى عشان تبقوا فارقين ما بين الاعراض؟ احنا اتكلمنا اهو على العصاب، نتكلم بقى على اعراض الذهانيه. هلوسه، توهم، تخيل اشياء غير موجوده، بيختلق قصص، يقول لك ده فلان قال لي كذا، لا ده هو عايز كذا، لا ده قصده كذا، وهو حاجات ما حصلتش بيتوهمها كومبليتلي. يعني ممكن يكون قصده حاجه ويقول عليه ان هو كان قصده حاجه تانية خالص. عنده هلاوس سمعيه بصريه، انا شفت كذا، انا شفت حد ماشي. يعني بيبقى اشبه بيضرب مخدرات تمام. بتشمل رؤيه اشياء، سماع اصوات غير موجود. ساعات زي ما قلنا كده الضلالات بتجيله في مخه، بيجيله حالات اكتئاب شديده بتؤدي لانهيار عصبي، بيتصرف تصرفات عدوانيه، ممكن ده يؤدي للانتحار، وممكن يأذي نفسه وممكن يأذي غيره كمان. الانفصال عن الواقع، منفصل خالص عن الواقع، تلاقيه يعني هو موجود ومش موجود. انت ما تقدرش تكلمه في اي حاجه عقلانيه، ولا تقدر تطلب منه اي طلب. وعشان كده ربنا قال ليس على المريض حرج. ليه ما عليهوش حرج؟ مش هيتحاسب لان هو فعلا ما عندوش مخ يقدر يفرق ما بين الصح والغلط وهكذا. يقوم بتصرفات غريبه، ممكن يعتدي على الاخرين، ممكن بسبب وبدون سبب في بعض الأحيان، مش قادر يميز بين الواقع والخيال. يعني ممكن يمسك قصة خيالية من مخه ويحكيها لك كأنها قصة حقيقية وحصلت، وهو صادق، فأنت تقول إيه ده؟ بينخع، ده بيستعبط، ده بيستهبل. لكن في الحقيقة هو مصدق الخيال اللي هو بيحكيه ده. عنده في حالات معينة بيؤدي الذهان لرغبة الانعزال، يفقد الثقة في نفسه والآخرين، ما هو لا فاهم نفسه ولا قادر يصدق حد، خايف، عنده اضطرابات في الذاكرة، ما بيفتكرش أحيانا ويرجع ينسى الحاجات اللي افتكرها، عنده اضطراب في التفكير المنطقي، ما عندوش منطق في التفكير، ازاي ده حصل؟ فيقول لك حاجات من وحي الخيال، ده انا ركبت على الفيل والفيل ما اعرفش طلع طار بيا في السماء وبتاع. يعني اللي هو ازاي الفيل طار بيك في السماء؟ هو التفكير بتاعه غير منطقي، المزاج بتاعه مش تمام، شويه مبسوط وشويه زعلان، شويه منتشي وشويه ما اعرفش زهقان. انت ما بتبقاش عارف هو بيمر بايه. دي حاجات تقلبات بتكون واضحه. بيكون عنده طبعا تشتت في الانتباه، تعملي بتاعتي كده. عنده فقدان للشهية بتاعة الأكل، ما بيبقاش حابب إن هو ياكل. عنده خوف من حاجات وأشخاص ومواقف ملهاش أي أساس من الصحة، ممكن يخاف من الضلمة وممكن يخاف من النار، ويقعد يصوت
ويبين خوفه في اوقات كتير على حاجات مش موجوده. طبعا اساسي الاضطراب في النوم، يا اما بينام مده طويله يا اما بيصحى مده طويله ودايما عنده خمول وعدم قدره على النوم، دي من الاساسيات. وكده بقيت عرفتوا ان يعني ايه مرض ذهاني ويعني ايه عصاب. طب انا بقول لكم كل الكلام ده ليه؟ انا بقول لكم ده من ضمن الاسعاف النفسي، علشان من ده هاخدكم لحاجه حلوه جدا، ازاي انت تبقى مسعف نفسي في يوم من الايام، وايه الحاجات اللي لازم تدخل فيها والحاجات اللي ما ينفعش تدخل فيها ولازم تسيبها للمتخصصين. وهنشوف مع بعض في السلايدز انواع المتخصصين، لو انا حسيت بحاجه اروح لمين واستشير مين، وايه القدر من التدخل اللي انا اقدر اساعد بيه غيري. وعشان كده احنا عاملين الورش بتاعت الشق الصحي وهكذا، علشان تاخدوا تعرفوا ازاي انتوا ممكن تبقوا مسعفين بدون ايذاء الاخرين. لان في اوقات لما بنتدخل علشان نتكلم مع الناس بدون وعي وبدون فهم وبدون درايه، احنا ممكن نسبب مزيد من الاذى. لان احنا عندنا في الصحه النفسيه بيقول ايه؟ اللي بيحضر العفريت لازم يصرف. احكي لكم قصه غريبه جدا انتوا ممكن تكونوا برضو سمعتوا عنها. هو المخ بيكون من ايه يا جماعه؟ المخ بيكون من حاجتين، حاجه اسمها العقل الواعي والعقل اللاواعي. ايوه، خلايا عصبيه طبعا وموصلات عصبيه وكل ده وهرمونات وكله. انا اللي اقصده ان احنا المخ او عقل الانسان مكون من العقل الواعي والعقل اللاواعي. العقل الواعي، لا ما فيش اي سوري ولا حاجه، ده انت قمر. العقل الواعي هو اللي احنا شغالين بيه في حياتنا كده، اللي انا بكلمكم بيه دلوقتي. انا واعيه ان انا بدي محاضره عن الصحه النفسيه مع شباب جمال حلوين بيتراوح اعمارهم ما بين كذا وكذا، ده الوعي. طيب ايه الحاجات المتخزنه بقى في عقل اللاواعي؟ ممكن تكون حاجات كتيره قوي. صدمات، انا اديت مثلا ورشه قبل كده والورشه دي ما عجبتش الناس، فالناس قالت لي كلام ضايقني، ذكريات، النت قطع بتاع. المهم انا دلوقتي وانا بكلمكم انا فاكره ان انا بشتغل معاكم بالعقل الواعي، لكن في الحقيقه ان علماء النفس اثبتت ان انت 90% ما كانش اكتر من افعالك اليوميه اللي بتقوم بيها هي معتمدة على العقل اللاواعي. طب العقل اللاواعي ده علماء النفس سموه ايه؟ سموه صندوق الزبالة أو الصندوق الأسود، اللي كل لما انت في رحلة حياتك بتقابل حاجات، مواجع، فقد، كلام كتير سمعته من الآخرين، تنمر، تحرش، حاجة ضايقتك، كلمة زعلتك، الناس سابتك، خذلتك، ضغطت عليك، كل ده بيتخزن فين؟ في العقل اللاواعي أو العقل الباطن. في بعض الأحيان بيسموه العقل اللاواعي وبعض الأحيان بيسموه العقل الباطن، وهو نفس الموضوع، لكن هو بيبقى فيه مكنونات النفس كلها. طب ليه هو بيتخزن بقى في العقل اللاواعي؟ علشان ده من رحمة ربنا علينا، علشان نقدر نكمل حياتنا. لأن لو الحاجات دي كلها ظاهرة معانا بيكون شخصية الإنسان، لا بيتحكم في 90% كمان من أفعاله وبيكون شخصيته. فلو الحاجات المتخزنة في العقل الباطن دي فضلت ظاهرة معانا وقدام عينينا، تفتكروا احنا هنقدر نكمل حياتنا؟ يعني لو طول النهار كل حاجة وحشة حصلت لنا في الدنيا ظاهرة كده قدام عينينا جليا، هنقدر؟ لا، هتلاقونا بنبعد وبننسحب وبيجي لنا اكتئابات وهكذا وهكذا. فدي من نعمة ربنا انها بتتخزن وبيحصل لها حاجة اسمها كبت في العقل اللاواعي، علشان احنا نقدر نعيش بالعقل الواعي اللي احنا بنتكلم وبنعيش. بس جاس وات، زي ما قلت لكم ان علماء النفس اظهروا واكدوا ان احنا 90% من افعالنا كلها بيزد على العقل اللاواعي. فهديكم مثال كده، انتوا لما تكونوا ماشيين في العربيه وسرحانين، انتوا مش مركزين خالص في الطريق، وانتوا خرجتوا من مكان ورايحين في مكان وما ركزتوش، فجاه ممكن تلاقوا نفسكم تركنوا قدام بيت. ازاي ده حصل؟ ازاي انا وصلت للبيت انا ما ركزتش في الطريق وما قلتش ان انا رايحه بيتي وهكذا؟ ده حاجه اسمها البايلوت مود بتاع المخ، اللي هو العقل اللاواعي هو اللي صدر لك ده، فمشاكي في الطريق اللي وصلك ليه وانت ما كنتش مركزه خالص. طيب مش في بعض الاحيان بنبقى عارفين ان المواقف دي بنكون مأكدين على نفسنا ان احنا مش هنتعامل في المواقف دي بالطريقه دي، وبرضه بيكون ردود افعالنا نفس رد الفعل بتاع المره اللي فاتت؟ يعني مثلا تقولي ايه؟ انا فلان ده هيستفزني، انا داخله القعده دي وهيستفزني، وانا ان شاء الله مش هستفز ومش هرد عليه بطريقتي. فتلاقيه يقول لك نفس اللي قاله لك امبارح
وتردي عليه بنفس الرد، تقولي طب انا رديت عليه كده ليه؟ ما انا مأكده على نفسي ان انا مش هعمل كده ومش هسوي كده، لان عقلك الباطن هو اللي بيصدر لك الافعال اللي مكبوته عنده علشان يخليكي تتحركي. فاذا البني ادمين اللي صح، كبت الذكريات بينتج عنه كبت المشاعر وهذا مؤقت. برافو جدا، انا معاك هبذا في الصحه النفسيه جدا. طيب ايه بقى اللي بيحصل لما الحاجات دي بتتكتب في العقل اللاواعي؟ احنا بنتعامل بعقلنا الواعي وبنفتكر ان احنا الحاجات دي كلها اتنست. لا، هي ما اتنستش، هي موجوده. فاذا احنا محتاجين ان احنا نفرغ العقل اللاواعي ده اول باول، علشان لما يجي يحاول يتحكم فينا نبقى احنا فريش بدون حاجات مضغوطين بيها. طب لما يجي واحد بقى غير متخصص يحاول يفرغ لك العقل اللاواعي، هو طبعا مش بيجي يقول لك على فكره انا هفرغ لك العقل اللاواعي، لا، ده بيقول لك تعالي فضفضي. شايفين جايه ازاي؟ فضفضي. فتيجي واحده تروح تفضفض لصاحبتها، فصاحبتها تطلع مكنونات النفس اللي كانت في العقل اللاواعي مكبوته، تطلعها على السطح. ايه اللي يحصل؟ مش هتقدر تتعامل معاه لان هي مش متخصصه في الصحه النفسيه. فتقول لها ايه؟ انا طلعت لك بقى الحاجات بتاعت العقل اللاواعي على السطح اهو، ومع السلامه، باي باي. فتقوم التانيه ما تعرفش تتعامل مع اللي طلع ده، فممكن يجي لها ايذاء في الصحه النفسيه، يؤدي احيانا للانتحار، يؤدي الى احيانا انها تعمل حاجات هي ما كانتش عايزه تعملها ولا حاجه، بس اللي قعد معاها ده حرك لها الحاجات المخزونه دي فوصلها لكده. عشان كده دايما بنقول يا جماعه لما تيجي تفضفض فضفض بس للمتخصصين، وانتوا لما تيجي تتدخلوا مع ناس up to a limit ولازم تقفوا، وهنعلمكم ده في الدبلوم. طيب هنا بنقول في صفات يجب ان تتوفر في مقدم الخدمه الصحيه. ايه الصفات بقى اللي لازم تتوفر فيكم انتوا عشان تبقوا مقدمين صحيين؟ لازم تهتموا بالاخرين، لازم يكون شخص بيهتم بالاخرين ويسعى لمساعدتهم وتقبل مشكلاتهم. ازاي انا اكون شخص مش قادره اسمع نفسي ولا اسمع اللي حواليا وعايزه ابقى مسعد نفسي او اقدم خدمه صحيه، او اللي انا فيا مكفيني اصلا، انا اصلا مهري وقرفان في بيتي وفجاه جاي دلوقتي. تاني حاجه الاستماع الفعال. عارفين يا جماعه الفرق مش ما سامعة بين حاجة. السمع والاستماع والانصات؟ حد بقى يطلع يقول لي كده، يفتح المايك ويقول لي ايه الفرق ما بين السمع والاستماع والانصات؟ بس حد واحد يكون هيرفع ايده ويشارك معانا. ليه انا مش مين عايزاه؟ يحب على يشارك اللي هو معانا؟ المكتوب بس مش عارفه اوصل لها. لا قولي لها تبعت لك عشان يسمعوني. ممكن تعملوا ميوت يا جماعه، او تعملوا هتبقى ميوت. تطلع. مين يحب مش سامعة يشارك أي حاجة. معانا الفرق تعالي ما كده بين بصي. الاستماع والسمع والانصات؟ أنا مش سامعة أي حاجة، البتاع ده خربان. ممكن يا دكتور؟ ممكن يا دكتور أشارك؟ اتفضل اتفضل. اسمك ايه؟ ثائر ياسين. ماشي، اتفضل قولي ايه الفرق ما بين الانصات والسمع والاستماع؟ دلوقتي السمع اللي هي الحاسة العادية، لأنه أنا بسمع أي حاجة وأنا ماشي بإدراك بدون إدراك، المهم إن حاسة السمع عندي شغالة. ده برافو. واحد. الاستماع أكون بستمع وأنا مهتم بحاجة، في اهتمام لكن مش بالدرجة الكافية. صح. الإنصات قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإنصات هو أعلى درجات الإدراك أثناء الاستماع. 10 على 10. ده كده احنا ندي 10 على 10، حاجة جامدة جدا. نفس الكلام ده مظبوط جدا، وعلشان كده انا دايما بدعو الناس ان هي تنصت للشخص اللي قدامك. الانصات يا جماعة نص الحلول. انت لو انصت لبنتك او ابنك وهو بيكلمك غير لما تسمعه او غير لما تستمع ايه. الانصات لزوجك او زوجتك ده بيحسسهم بالامان، بيحسسهم ان في علاقه قويه بينكم وبين بعض، فهيخليكم تستريحوا وهيديهم ثقتهم في ان هم يقولوا لكم الكلام اللي فعلا مخزنينه ومش قادرين يشاركوه مع غيرهم، فهيبتدوا يشاركوه معاك. انا بشكرك جدا جدا بجد، يعني نورتنا واوفيت ووفيت. طيب بالنسبه للحاجه الثالثه، ان انا لازم اتمتع بالايجابيه. ازاي يا جماعه مثقف صحي او مقدم خدمه صحيه يكون متشائم او يكون عنده بلاوي ومشاكل نفسيه وبيقول انا جاي اساعد حد؟
ده انت عايز حد يساعدك، شخص سوي. برافو عليك يا نورهان. يبقى الايجابيه، وكمان اتعامل مع المشاكل اللي هو بيقولها لي بتفاؤل واديله نظره حلوه. حاضر، هقول لكم ازاي نعالج الاوفر ثينكينج وكل حاجه، بس خلونا في الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي علشان تقدروا تركزوا فيها. الإيجابية إن أنا أكون إنسان إيجابي، بضحك، بشوش، بدي للي قدامي إحساس إن الدنيا بخير، وإن حتى مهما كنت أنت في حاجات وحشة، أنت إن شاء الله كل حاجة هتروح وأنت هتبقى أحسن، والدنيا لسه بخير وحياتك لسه هتعيشها والدنيا جميلة وهكذا. أو أركز دايما على الجانب المشرق، مش طريقك مسدود مسدود يا ولدي. طيب رقم 4، الصبر والتحمل. لازم بوزيتيف انرجي. حلو قوي، اديله بوزيتيف انرجي انا وحيد. الصبر والتحمل. ممكن اللي قدامي ده يكون بيعيد الكلام، ممكن يكون صحته النفسيه مش كويسه، ممكن يصدر لي طاقه سلبيه وهو بيتكلم. اصبر واتحمل واسمع واواجه التحديات والضغوط اللي انا هواجهها في مساعده الاخرين، لان مساعده الاخرين غايه حلوه لكن طريقها مش سهل. رقم 5، الاحترافية. بمعنى ايه الاحترافية؟ هل ده لازم ابقى انا دكتور او اخصائي؟ لا، بس الاحترافية في ان انا لما اجي في حاجة معينة انا مش هقدر عليها ما كملهاش، اوقف واحيل، اقول انا النهاردة عملت اللي عليا بس انا هعمل احالة، اقول للدكتور الفلاني او للاخصائي الفلاني او اقول للمريض او اقول للشخص اللي قاعد معايا انت محتاج تستشير الطبيب او معالج او كذا. القدرة على التحليل. لازم يكون عندك بتبص على ما وراء الأحداث، مش الكلام بيتقال لك كده تاخده زي ما هو، الناس تلعب بيه. ممكن اللي قدامك يقول لك حاجة لكن هو في الحقيقة حاسس بحاجة تانية. القدرة على التحليل ده مهمة جدا عشان توصلي لأفضل النتائج. رقم 7، الاحترام والتعاطف. لازم توري اللي قدامك انك بتحترميه مش بتستهزئي بيه، حتى لو على فكرة المشكلة اللي جاي لك فيها دي مشكلة انت ما بتقبليهاش. يعني مثلا انا بتكلم مثلا ان انا هديكوا اكستريم مثل يعني صعب قوي. واحد جاي يكلمك في المثليه وانت يعني عايز تقول لهم ابوكم على اللي جابوكم زي ما بيقولوا، وانت لا تقبل هذه الفكره ولا دين ولا يقبلها عقل ولا اي حاجه، بس انت لازم تتعاطف ولازم تحترم ولازم تحسسه بده حتى لو انت مش حاسس بده علشان تقدر تساعده، والا توقف المساعده وتقول انا لا استطيع ان اساعدك واتحكم في انفعالاتي وما احكمش. كل الكلام ده سليم. او ان انا اعتذر واقول يا جماعه انا مش هقدر ان انا اساعد الشخص ده لان هو في جزء منه. صح، واظهر الاهتمام وكل الكلام ده. برافو عليكم والله، انتوا سهلتوا عليا الموضوع. طب ايه الضغوط اللي بيتعرض لها مقدم الخدمه الصحيه؟ لازم تكونوا عارفين الضغوط دي. بيقول لك قد تشاهد وتمر باشياء رهيبه. انت ممكن تسمع زي ما انا كنت بحكي لكم دلوقتي، وممكن تشوفوا ناس بيوتها بتنهار، وناس تم التحرش بيها، وناس فقدت معظم اهلها او كلهم. يعني مثلا لو انتوا كده بعد الشر بعد الشر رحتوا على غزه وحبيتوا كده ان انتوا تساعدوا الناس في غزه، تفتكروا ايه الحاجات اللي ممكن تسمعوها؟ حاجات لا يصدقها عقل مبدئيا كده. يعني احنا قاعدين بنسمعها على السوشيال ميديا كده وبنمصمص شفايفنا وهكذا عشان احنا مش في قلب الاحداث، لكن لو اتواجدت في قلب الاحداث انت مش هتصدق اللي بيحصل. انت هتقولي الناس دي عايشه ازاي؟ ده جنون، اللي بيحصل ده جنون. ممكن تسمع قصص عديده، معاناه والام وحاجات مش انسانيه وحاجات غريبه. كل هذه التجارب يمكن ان تؤثر فيك احتمال كبير قوي تتاثر وتحس ان انت مش قادر تساعد، وان خلاص انت كده اتصفيت ومش قادر. مش عيب خالص انك تقول انا مش هقدر اساعد، انا لست مستعد. مش عيب خالص. هنقول بقى علامات تحذيريه لوجود الاحتراق الوظيفي. بس انا عايزاكم مبدئيا كده، عايزه اعمل معاكم نشاط كده يصحصحكم وبيتكلم برضو عن الصحه النفسيه. ايه رايكم يا جماعه لو كلكم بقى كده تمسكوا؟ مين يحب ان هو يفتح الفيديو بتاعه بقى؟ انا عايزه بقى الفيديو كده بتاع الناس. هتفتحوا الفيديوز بتاعتكم ولا انتوا انا يا بتحبوا؟ دكتور. انا عايزه كله عشان كلكم تعملوا نفس النشاط ده. تجيبوا لي ورقه كده، او مش كله يعني كله، بس اللي يقدر يعمل كده يعني. انا فاتحه لكم الفيديو فانتوا كمان افتحوا الفيديو، هتبقى حاجه كويسه. بصوا احنا هنجيب ورقه زي دي فاضيه خالص،
وهنرسم عليها وش إنسان. شايفين وش الإنسان اللي أنا رسمته ده؟ مش شايفينه كويس. طيب هو وش إنسان عادي، يعني وش دورية وحواجب وعين وبق أهو. شايفينه؟ مين شايفه؟ يقول لي في الشات. هو مش واضح. مش واضح؟ اه. بتحاولوا؟ معلش عشان القلم يمكن مش تقيل شوية. هو دورية عادية جدا فيها وش بني آدم. هو أنا هسميه تشارلي. أنا هسميه تشارلي، انتوا سموه بقى زي ما انتوا عايزين، أحمد، محمد، ابنك، بنتك، وات ايفر، يعني انت هتسميه بقى اللي انت عايز تسميه. أنا عايزاكم في الشات دلوقتي تقولوا لي حاجات تأذي الصحة النفسية بتاعت تشارلي، حاجات تضايقه، تجيب له اكتئاب، ضغط. يلا بقى أنا عايزة أسمع في الشات وتتفرجوا معايا كده في الفيديو. تنمر، ايوه، زي ايه مثلا تنمر يا الاء؟ هتقولي له ايه؟ هتقولي ايه لتشارلي النهارده؟ فاشل. بس تشارلي كرمشناه. مين تاني؟ دكتوره لمياء قالت فاشل. ايمان منصور قالت وشك زي البطيخ. تسنيم قالت انت غبي. هي قالت شكلك وحش. شيماء قالت انت عبيط. اي اسم مش مهم يا دينا، اي اسم. تروما. تسنيم قالت مجنون. يسرية قالت وشك مش راكب معاك. نهى قالت كئيب. تمام كده، انتوا خلاص بهدلتوا شارلي، كفايه كده، مش هتوصل لحاجه. ايه؟ شايفين شارلي بقى عامل ازاي؟ انت السبب في المشكله، برافو عليك يا مرة. انت مش هتتغير. خلاص كفايه كده تهزيق في شارلي. شارلي بقى عامل ازاي؟ شايفين الكرمشه؟ هتفضل كده. شايفين الكرمشه اللي حصلت له؟ الكرمشه دي مش بتحصل في الورق بس، الكرمشه دي بتحصل في صحتنا النفسيه، في نفسيتنا. بنتكرمش بنفس الشكل ده، بنحصل لنا زعل، بيحصل لنا هبوط، احباط، انهزام، بيحصل لنا نكد، بنحس ان احنا بلا قيمه، بتدمر نفسيتنا. كل ده ممكن يحصل لنا من نفسنا لو احنا بنكلم نفسنا بالشكل اللي انتوا قلتوه ده، او بنكلم غيرنا. ما هو مش بالضروره ان الضغط ده يجي من اللي حواليكي، ممكن يجي من نفسك لنفسك. لو انت شايفه نفسك وحشه وطول النهار بتجلدي ذاتك. فاكره مين كان سالني في الاول خالص عن جلد الذات؟ لو انت طول الوقت بتجلدي ذاتك وبتقولي انت مش نافع، انت عدم ثقة كذا، هتحولي نفسك لكده. طب ايه رأيكم يا جماعة؟ تشارلي بقى ده استوى، عايزين نرجعه تاني لصحة نفسية كويسة. ايه رأيكم بقى نقول له كلام حلو وإيجابي؟ عايزة اسمع شوية كلام إيجابي بقى لتشارلي كده عشان نصلح نفسيته اللي اتبعككت دي. انت جميل، الله، تشارلي هيتفرد اهو يا جماعة. حاول تاني وهتوصل. انت تقدر، انت تقدر، كمل واحنا معاك. انت صح، انت قدها، راح تتغير للافضل. الناس كلها بتحبك، عارف ان احنا جنبك. انت شاطر وقوي وجميل وتستاهل كل خير في الدنيا. اصبر وهتكون احسن. طلع الحلو اللي جواك، خليك واثق من نفسك. برافو يا جماعه، شكرا انك موجود في حياتنا، وشكرا ان انتوا كلكم ساعدتوني. سيبك من اللي حواليك، انت احسن منهم بكتير. ايه رايكم بقى في اللي حصل؟ بنحبك وبندعمك يا مودي، انت قدها وتقدر تتغير، لسه في امل. ايه رايكم بقى؟ تشارلي بقى ايه؟ اتفرج بقى احسن، صح؟ we are there for you يا فاطمه. برافو. تشارلي بقى احسن يا جماعه. بس هو مش ممكن ده يا دكتور يرجع زي الأول إلا بحسب قوة شخصيته، وقد إيه هو هيستجيب من الكلام ده. صح، انت كده وصلت للموراليتي بتاعت النشاط، ان احنا ممكن نحسن على فكره وممكن نغير، بس مش بنرجع تماما زي الاول. لا، جلد الذات مش وساوس.
جلد الذات دي طريقه انت بتتعاملي بيها مع نفسك، وليها بقى جلسات علشان تبطلي تجلدي ذاتك. احنا هنا بنرفع الاستحقاق وبننمي الثقه بالنفس وبنعلم اللي قدامنا ان هو يستاهل وان هو يقدر، وكل الكلام الحلو اللي انتوا قلتوه ده، علشان في الاخر يبطل يجلد ذاته ويعرف ان الدنيا فيها غلط وصح، وان مهما وقعت انت ممكن تقوم. ده ما بيبقاش بالكلام بس، ده لازم يبقى بالافعال كمان. فاحنا في تشارلي دلوقتي، تشارلي بقى احسن يا جماعه، بس ما رجعش زيه. وهو ده حلنا كلنا. لما بيحصل لنا مشاكل كتير بنرجع، بس مش كلنا بنرجع زي الاول 100%. في مننا اللي بيرجع كده، وفي مننا اللي بيرجع كده، وفي مننا اللي بيرجع كده. وده بيكون على حسب، زي ما الاستاذ مش عارفه عمرو او سائر مصطفى تقدم وقال لنا بالظبط، ان احنا ده بقى بيكون على حسب ايه؟ بننطفي يا حنان، بننطفي. ده بقى بيكون بنرجع على حسب ايه؟ قوة شخصيتنا، تربيتنا، الفروق الفردية اللي بيننا، جينات الوراثية. هو اللي مش اللي بيتكسر عمره ما بيتصلح، هو بيتصلح، لان احنا عايزين نبص للنظرة الإيجابية في الحياة. هو بيتصلح، بل مش بالضرورة مع كل الناس يقدر يتصلح بنفس الوقت. عشان كده احنا محتاجين نبص على كل كلمة بتخرج من بقنا قبل ما تخرج وتروح للبني آدم اللي قدامنا. لازم نطمن اللي قدامنا، لازم نكون بيئة آمنة للي حوالينا ولنفسنا. لازم واحنا بنكلم نفسنا صح، قدرة الشخص على التخطي يا مودي. ده بيكون ايه؟ ازاي اتربى وهو صغير، شخصيته، سمات الشخصية بتاعته، التجارب اللي مر بيها، كمية الضغوط اللي عدى بيها. ما اللي عدى بضغط غير اللي عدى ب20. اللي أهله كانوا عنده أهل بيدعموه، عنده صحاب، عنده بيئة آمنة. كل ده حاجات بتحدد وبتفرق ما بين الشخص وما بين التاني في قدرته على تجاوز الأزمات. عشان كده يا جماعة أنا بدعوكم النهاردة إن أنتوا لازم تفكروا في كل خطوة بتخطوها وكل كلمة بتقولوها لبعض ولنفسكم، علشان ما تأذوش نفسكم ولا تأذوا اللي حواليكم. طيب تعالوا نشوف إيه العلامات التحذيرية لوجود احتراق وظيفي. وأنتوا بتشتغلوا كده البني آدمين دول بيجي لهم احتراق وظيفي. عايزين نشوف بعض الساينس كده. اول حاجه فقدان الاهتمام او الحماس، لا قادره اشتغل ولا قادره اكمل في الشغلانه دي. وعلى فكره ده حتى ينطبق في الخدمه المجتمعيه اللي انتوا بتقوموا بيها النهارده. مش انتوا كلكم داخلين تاخدوا الكورس ده علشان انتوا عايزين تقوموا بخدمه مجتمعيه وتساعدوا البشر؟ ممكن بعد شويه تفقدوا الاهتمام والحماس ده. ازاي بقى تشحنوا الطاقه دي علشان دايما يبقى عندكم الاهتمام ونفس الحماس بتاع البدايات؟ ممكن يجيلك تعب مفرط من كتر ما انت جيت على نفسك وزودتها قوي، فيجي لك حاجه اسمها التعب المفرط. يجي لك عدم القدره على التركيز، مش قادره اركز، انا مشتت، انا ما بين ده وما بين ده وما بين ده. يجي لنا اعراض مرضيه على الصحه الجسميه، لان دي حاجه اسمها امراض نفس جسميه اللي هي psychosomatic disorders. هي بتكون امراض سببها النفس لكن بتنعكس على الاعضاء، زي مشاكل المعده والصداع والقولون العصبي والصداع النصفي وهكذا. عندنا مشكلات في النوم، لا بنام كتير يا الا ما بنامش خالص، او ارق، بنام واصحى وانام واصحى ومش بركز والنوم بتاعي مش مريح. الضغط الزايد في الحياه بيسبب امراض كتير. صح، استخدام التبغ والادويه بشكل كبير، اللي بيدخن، اللي بيشرب مخدرات، واللي بيشرب كحوليات والفيب والايكوس والحاجات دي كلها، او الادويه المهدئه او كذا، ده برضو في اكستريم كيسز للناس اللي بياخدوا الحاجات دي كلها. احساس بعدم الفاعليه، مهما عملت انا ما بحققش، انا بشتغل طول النهار لكن مش قادره اوصل لحاجه، انا ما عنديش هدف، الهدف مش قادره اوصل له، هو انا حطيته بس مش قادره اوصل له. حياه متطرفه، معتقدات، فجاه يسيب الدين، فجاه يرجع للدين بشكل زياده عن اللزوم، فجاه يحب الحاجه اللي كان كارهها ويكره الحاجه اللي كان بيحبها، يقول للناس الله انتوا حلوين قوي، فجاه ايه الناس دي، ده انتوا كذا وكذا وكذا وكذا. فدي حالات متطرفه. العظمه، بيجي له احساس بالعظمه، ده انا ما فيش غيري، ده انا نمبر 1، هو في احسن مني. السلوك متهور، بيقوم ببعض السلوكيات المتهوره اللي ممكن يأذي فيها نفسه واللي حواليه، زي الناس اللي بتنط من اماكن عاليه. بيجي له احباط وملل وفتور يا سعاد، مظبوط. بيجي له عدم ثقه في الاخرين، هياج يا نورهان، اندفاعيه وهياج، عدم ثقه في الاخرين، دايما يبقى حاسس ان في تآمر. عارفه اللي هو نظريه المؤامره، اللي حواليا دول قالوا كذا عشان كذا، دول بيتآمروا عليا، دول كذا، دول
بشكل كبير، مش حاجة حقيقية، لأن في ناس بتبقى عارفة إن دول بيتآمروا عليه فعلا. لكن أنا بتكلم على إن كل ما يقابل حد ما عملوش حاجة عملوا حاجة هو حاسس كده. قلة الأداء والعمل، برافو. إهمال السلامة الشخصية، ما بيهمنيش سلامتي، هدخل في أي حاجة واللي يحصل يحصل، إن شاء الله حتى راسي تتقطع، رجلي تتعور، مش مهم. بيهمل الاحتياجات البدنية بتاعته، ما بياكلش أكل هيلثي، ما بياكلش، ما بينامش كويس، ما بيهتمش بلبسه، على طول مبهدل، مش نظيف. كل الحاجات دي كلها بتوري ان في بيرن اوت حصل للشخصيه دي. فلازم ناخد في اعتبارنا ده علينا وعلى اللي حوالينا. طيب تعالوا بقى نشوف ايه ممكن التقنيات اللي انتم ممكن تساعدوا بيها. صح، عدم الثقه في ارائنا. ايه التقنيات اللي ممكن انتوا تستخدموها عشان تساعدوا بيها نفسكم وتساعدوا بيها اللي حواليك؟ اول حاجه لازم نعرف ان في حاجه اسمها ردود فعل طبيعيه للاحداث الضاغطه. مفيش فينا حد هيمر بحدث ضاغط ويطلع يضحك. يعني ما ينفعش ان انا حد يقول لي انت مثلا سقطتي في الامتحان مثلا او في المدرسه وانا اصل انا ايجابيه. لا، ده انت كده مش ايجابي، انت برضه عندك مشكله. صحتك النفسيه ليست في سواء. تاخدوا البرزنتيشن على عيني وعلى راسي، مفيش اي مشكله. فانتوا لازم ردود فعلكم تكون طبيعيه للاحداث. يعني في زعل انا هزعل، في انبساط انا هنبسط، مفيش حاجه لا كده ولا كده. أنا مش مطلوب مني ان انا ابقى ايجابيه طول الوقت، يعني بضحك وبنبسط وبضحك وبرقص وفي تحت امرك يا حبيبتي، وفي مشكله عندي، يبقى انا كده رد فعلي غير طبيعي. طيب الحاجه الثانيه، الانتباه للنفس عند التوتر. لاحظي نفسك، بصي في المرايه وانت بتتكلمي متوتره، بتعرقي، بتتهتهي، بتقولي كلام ما يتقالش، بتبصي بصات ما يتعملش، تعبير وجهك وحشه، عكس الموقف، انت مش مسترخيه، على طول في حاجه ضغطاكي. كل ده لازم انت تنتبهوا لنفسكم عشان تقدروا تصلحوه. لو لازم قلنا تاخد فترات استراحه منتظمه. الناس اللي طول الوقت شغاله وهاريه نفسها في كل الاتجاهات وفاكره ان دي حاجه حلوه، لا، دي حاجه وحشه جدا، لان كل الناس هتلاحظ ان انتوا عندكم مشكله. فخدوا راحه راحه، ناموا، اقعدوا مع نفسكم المي تايم، فكروا كده وتاملوا. ربنا قال لنا ايه التامل؟ التامل ربنا في الخلق نتامل في الحاجات الحلوه اللي حصلت لنا، في الحاجات اللي ربنا مديها لنا الكتيره، النعم اللي احنا مش بناخد بالنا منها، السمع والبصر والاحساس والريشه والامن والامان والعيال والاكل والشرب. كل دي نعم، لازم كل يوم نشكر ربنا عليها ونعمل تمارين للامتنان. انا ممتنه علشان انا عندي بنات كويسه، انا ممتنه عشان انا الحمد لله قادره ادفع فلوس بيتي وعيالي، انا ممتنه عشان انا بصحه كويسه. لازم تقول ربنا شكرا شكرا. ممكن تاخدوا حمام دافئ، مفيش مشكله خالص. المي تايم ده ممكن يكون حمام دافئ، ممكن كوبايه شاي بلبن، نسكافيه، قاعده مع النفس. اللي ما بي يا جماعه ما بيأنس بنفسه لا يأنس بأحد. اللي ما بيقعدش كده يفكر بينه وما بين نفسه ويكلم نفسه انا غلطت في ايه وما غلطتش في ايه وهصحح ايه واحط بلان لنفسي، لن يأنس بأحد. وده في فرق ما بينه وما بين جلد الذات، ان انا احاسب نفسي حاجه وان انا اجلد ذاتي حاجه. ممكن امارس تقنيات الاسترخاء. تعالوا بينا بقى نمارس تقنيات الاسترخاء دلوقتي لمده 5 دقائق. هنغمض عينينا كده علشان احنا خدنا بس كميات من المعلومات كتيره قوي، فعايزين نغمض عينينا كده. رجعوا راسكم لورا وغمضوا عينيكم. انا مش معاكم بس انتوا بس عايزاكم تعملوا ده. هنستخدم التقنيه بتاعه 747. هناخد نفسنا واحنا فاردين ظهرنا وفاردين رجلينا وريلاكس خالص، ريلاكس خالص. هناخد النفس على 7 عدات وهنكتمه على 4 ونطلعه في 7. هنعمل كده 10 مرات. بعد كده هنرجع تاني. يلا كل واحد بقى يقفل الفيديو ويفتحه براحته، وهنشتغل على تقنيات النفس. خدوا نفس على 7 عدات واكتموه وطلعوه على 4 عدات، طلعوه على 7 عدات تانية، اكتموه على 4، طلعوه على 7 تانيين. 7 4 7. يلا بينا. افتكروا حاجة حلوة وانتوا مغمضين عينيكم واعملوا ميوت. افتكروا حاجة حلوة، افتكروا مرة رحتوا فيها مكان جميل، احساس حلو حسيتوه، يوم حلو قضيتوه،
افتكروا نعم ربنا الكتير اللي مديها لنا وما بنشكروش. افتكروا ما مسحتهاش يا بنت. فرص اللي ربنا اداها لكم الكتير عشان تصلحوا من نفسكم وتنجحوا. شفتش يا افتكروا فاطمة، ما مسحتهاش. صباح روحي صباح بنتي اعملي ميوت. استاذة منى بعد اذنك المايك. هنفتكر الحاجات الحلوة اللي ربنا اداها لنا. 747. خدوا نفس 7، اكتموه 4، طلعوه 7. ولما تخلصوا ال10 مرات اكتبوا لي في الشات ان انتوا خلصتوا. وبالمرة وانتوا بتكتبوا ان انتوا خلصتوا قولوا لي حسيتوا بايه. زي ما اتفقنا هنفكر في حاجات حلوة، هنفكر في ايام عدت حلوة، في صوت حلو، صوت زي صوت البحر، في كلمة حلوة، في ناس حلوة عدينا بيهم، في راحة. خلصتوا؟ جميل يا سعاد. حسيتوا براحة؟ حلوة قوي. التقنية دي يا جماعة بتاعت العناية بالنفس دي لازم نقوم بيها يوميا. سلام نفسي تحفة. شكرا يا نورهان. رضا وراحة نفسية. أرجوكوا اعملوا تقنيات العناية بالنفس دي بصفة مستمرة، وبالذات تقنية النفس دي عايزاكم تعملوها يوميا. يوميا، حتى هتتعلموها لما تكونوا لوحدكم وبعد كده هتعملوها وسط الناس. لما بتكلم مع شخص بحبه. حلوة قوي يا إسراء. فاطمة ما فهمتش، يبقى أكيد داخلة في وسط دخلتي حالا يا فاطمة. هدوء وفصلت عن الواقع شوية وتوترات. شكرا يا سامية إنك هتعمليها يوميا. شكرا ليكم كلكم. نكمل تقنيات العناية بالنفس بعد أخدنا تقنيات الاسترخاء. هنقول إن إحنا هنقضي الوقت مع الأصدقاء والعيلة طول ما إحنا بنكونكت مع الناس اللي بنحبهم، مع الناس، مع الأصدقاء، مع الصحاب. عندنا بيئة آمنة نقدر نعتمد عليهم، نقدر نفضفض معاهم، نحس إن هم ممكن ينقذونا في الوقت اللي هنحتاجه فيهم. يبقى إحنا كده بنبقى مطمنين. ودي حاجة حلوة. غير لما يكون بني آدم كل الناس ما بتحبوش، بتبعد عنه، بتحاول تجتنبه عشان ما تتأذيش منه لا نفسيا بالفعل ولا بالكلمة. ده بني آدم بيكون منعزل، صحته النفسية مش تمام. كمان هنشتغل على المزاج. عايزين نحسن مزاجنا، نعمل الحاجة اللي بنحبها، نروح المكان اللي بنحبه، نبعد عن دايرتنا. يا رب يخليك يا سيدي. نبعد عن دايرتنا كل الناس الوحشة اللي بتأذينا. مش معناه ان احنا نبعد وننعزل عن المجتمع، بس نبعدهم عن دايرتنا القريبة اللي يقدروا يأثروا فيها عننا. ننمي عندنا إحساس بالاستحقاق والثقة بالنفس. نعرف إن إحنا نستحق، إحنا قيمة في حياتنا. ما نسيبش نفسنا لده يبهدلنا وده يبهدلنا. ناكل حاجة بيحبها حلوة قوي، ونشرب حاجة بنحبها، ونقعد في مكان بنحبه. ده اسمه وقت مستقطع إيجابي. ناخده كده بعيد عن الناس. نقرا كتاب بنموت فيه، زي قراءة من صحيفة أو مشاهدة أو كذا. القراءة بتاخدنا، غير إنها كمان بتنمي العقل وكذا، بس بتاخدنا لمكان زي الفيلم والتمثيلية وهكذا. التلفزيون، أنا كل كلمة بقولها بلاقيها موجودة في السلايدز، فكويس. التلفزيون ممكن نتفرج على فيلم ياخدنا لحاجة، بس يا ريت الفيلم ما يبقاش تكسير وترزيع وانتقامات وشتايم. آيس كريم بقى يا فاطمة، واعزميني عليه بقى، ها. ما تنسيش أنا بحب الفانيليا. صح. إيمان، القراءة بتنقلنا لعالم تاني. وننام لو لقينا نفسنا مش نايمين. تسلم عيونك يا حبيبتي. وننام لو حسينا إن إحنا مش نايمين، وناخد نوم وراحة. أكمل معاكم بإذن الله. أكمل معاكم بكرة. وهنا الشاست بريسنج دي، ومن ضمن الحاجات اللي نسيت أقولها لكم إن أنتوا وأنتوا بتاخدوا نفس، النفس بتاعنا مش عايزينه يبقى سطحي، لأن إحنا كلنا بنتنفس يوميا، بس التنفس بتاعنا مش صح. مش صح. لازم النفس يتاخد لحد ما البطن تتوجع، تحسوا كده ان في وجع في بطنكم وانتوا بتاخدوا نفس. ساعتها يبقى ده اسمه تنفس بطني، اللي هو بعمق. بعمق، مش تنفس من الشست بس. تنفس من الشست ده بيبقى تنفس سطحي، وده اللي احنا بنعمله يوميا، وعشان كده احنا الاكسجين ما بيدخلش بشكل كبير. ونمارس حاجه بنحبها، ونسمع البودكاست اللي بنحبه. يا شهر جميل قوي. وازاي نحافظ على الصحه النفسيه بتاعتنا.
هنحافظ على النشاط، هنتناول طعام صحي، هنحصل على قسط كافي من النوم، نكون يقظين، نعمل مجتمع حلو، نهتم بالآخرين ونتواصل معهم، ندخل مع الناس، نساعد الناس. وده أحسن حتة انتوا عملوها، اللي هي النشاط المجتمعي. ندون اليوميات ونفرغ طاقتنا، ولو متضايقين نكتبها ونقطعها، وحاجات كتير جدا. ودي طرق تانية اهي. نتعلم حاجة جديدة، نتعلم اهي. بصي في السلايد يا سارة مكتوب اهو، نستمتع ونتعلم مهارات، نعمل اشياء بنتقنها، نتقبل ذاتنا يا جماعة as it is. بلاش جلد الذات، بلاش التفكير المفرط، الاوفر ثينكينج اللي انتوا كنتوا بتكلموني عليه. نحب نفسنا، نحب نفسنا، برافو عليك. ونتقبل ذاتنا حتى بأخطائنا، نحاول نعالجها بس نتقبلها، لأن أول خطوات النجاح هي التقبل. الإيمان والروحيات بالظبط. أيا كان دينكم إيه، أيا كان، فأنتوا في حاجة اسمها الروحانيات واللجوء إلى الله الواحد الأحد، اللي هو أكبر من كل الناس، اللي هو يقدر يغير حياتكم في لمح البصر، اللي لما بترجعوا له يغير حالكم من حال إلى حال. أرجوكم صلوا، تقربوا من ربنا، اعرفوا إن كل حاجة بإيديكم، حتى لو بعدتوا ارجعوا تاني. المشاكل النفسية مش ما ينفعش كل حاجة احنا اللي نعالجها، في حاجات لازم نلجأ في المتخصصين. وعشان كده في آخر حاجة وطرق العلاج إن احنا لازم نطلب المساعدة من المتخصصين، لأن ادعاء إن احنا طول الوقت نقدر إن احنا نساعد نفسنا ده مش صح. في بعض الأوقات احنا عندنا عدم القدرة على مساعدة نفسنا، فلازم ساعتها نلجأ للمتخصص. وبره يا جماعة كل كوتش ليه كوتش، وكل دكتور بيلجأ لكوتش أو مساعد عشان يساعده. اوكي، فأرجوكوا دايما استشيروا. تعالوا بقى بينا، هنا السلايد بتاعتي خلصت، بس أنا لسه كلامي ما خلص. في حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها. أنا هاند السلايد بس، هعمل ستوب شيرنج وهتكلم معاكم في نقطة مهمة، استشارة المتخصصين. مين يا جماعة أنواع المتخصصين اللي إحنا نقدر؟ هنشوف حكاية الأسعار الغالية دي والكلام ده كله، بس هرد عليكم الأول قبل ما تعرفوا أسعارهم والكلام ده. لازم تعرفوا مين المتخصصين. كتير قوي من الناس بتسألني طب إحنا عندنا مشاكل نفسية نلجأ لمين؟ طيب خلينا نتكلم على أنواع المتخصصين. عندنا أول حاجة الدكتور النفسي أو الطبيب النفسي، وده الدكتور الوحيد اللي لازم يكتب دواء، الدكتور الوحيد اللي ينفع إن هو يكتب دواء، محدش تاني ينفع يكتب دواء. دكتور خريج كلية الطب قسم علم نفس، تمام؟ طيب الحد التاني المعالج النفسي، خريج آداب علم نفس وأخذ السنة الإكلينيكي، وده بيستخدم تقنيات العلاج المختلفة، وبيساعد مع الدكتور تحت إشرافه على علاج الحالة بجلسات. الجلسات دي ممكن تكون أنواع كتير من العلاجات، ممكن تكونوا سمعتوا عنها زي علاج المعرفي السلوكي، ده أشهر علاج اللي هو الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، وده بيكون اسمه CBT. العلاج ده بيشتغل على 3 حاجات: أفكار جابت مشاعر جابت سلوك. الفكرة لو اتغيرت المشاعر بتاعتها اللي اتصاحبت ليها هتتغير، وبالتالي السلوك هيتغير. فاحنا بنشتغل مع المريض في الحالة دي على الفكرة. يعني هقول لكم زي ايه. حلو قوي ان انت كنتي مع اخصائية وغيرت حياتك، حلو جدا يا سيدي. مثلا الفكرة المسيطرة علينا دلوقتي: انا مش ناجح، انا فاشل، انا مش هنجح في حياتي خالص، انا دخلت 100 شغلانة وفشلت فيها، دخلت 100 امتحان وسقطت. دي فكرة مسيطرة على المريض إنه فاشل. تيجي المعالجة النفسية اللي هي خريجة آداب علم نفس تحت إشراف الطبيب، لما يتأكد إنه ما عندوش أي حاجة عضوية، لأن خلي بالكوا ساعات الأمراض النفسية بيكون سببها عضوي. يعني مثلا بنشوف الغدد، بنشوف آه، غير الغدد بنشوف اسمه إيه ده يا لهوي اللهم صل على النبي، بنشوف الفيتامينات بتاعتنا. هل إحنا عندنا مثلا مشكلة ديفيشنسي في فيتامين هيموجلوبين، فيتامين د؟ الحاجات دي كلها بتأثر على الصحة النفسية بتاعتنا. نعمل أشعة على المخ عشان نتأكد إن مفيش عندنا الموصلات العصبية تمام، ما عندناش مشاكل في الموصلات العصبية، وصح الكلام ده. حاضر حاضر. نتأكد إن ما نقص عندناش أي الحديد يا دكتورة، نقص البي 12 فيتامين د زي ما قلت، ده بالظبط بيعمل كده. تشويش. أيوه الحقوني كده. مخزون الفيراتين.
في الروتين. الحاجات دي كلها مهمة جدا ان احنا نتأكد ان هي ما فيش مشاكل فيها، فنقول لا يبقى الموضوع سببه نفسي، يبقى لازم الدكتور النفسي هيقول لا ده مش مرض عقلي، ده مرض نفسي. طيب احنا هنحتاج الدواء ده مصاحب ليه بعض العلاجات النفسية، الجلسات، وزي ما قلنا العلاج المعرفي السلوكي، واديتكم مثل على ان الفكرة المسيطرة هي فكرة الفشل. طيب فكرة الفشل هيصاحبها مشاعر ايه؟ بيصاحبها مشاعر زي مشاعر الإحباط، التوتر، الاكتئاب، الحزن. الحاجات دي هي بتكون، أو اختلال في هرمون الدوبامين. المشاعر دي هي اللي بتصاحب الفكرة اللي سيطرت عليه، فيجي بعد كده السلوك يبقى ايه؟ سلوك ايه بقى؟ انسحاب، زعل، مش عايز، قلق، مش عايزة أكلم حد، أنا مش عايزة أدخل في أي بروجكت ولا أي حاجة عشان أنا هفشل، مش عايزة أمتحن، مش عايزة أذاكر. فدي الفكرة. طب تيجي بقى المعالجة النفسية تقول له إيه؟ لا تعالى بقى نغير الفكرة. مش هنغيرها له بالكلام، لا، هنغيرها له بجلسات. الفكرة بقى تغيرها له: أنا أستطيع، أنا قادر، ثقتنا بنفسنا تزيد، نمي الاستحقاق، حب النفس. الكلام ده كله هيصاحبها أفكار جميلة زي إيه ده فيه إيجابية، ده أنا أقدر، ده أنا أستطيع. فالمشاعر دي تتحول لسلوك، يبتدي بقى يشتغل على نفسه، يبتدي يعمل خطوات، وهكذا. يبقى احنا حولنا الفكرة، اتحولت لمشاعر، والمشاعر اتحولت لسلوك. طيب احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه معالج نفسي، وان هو لازم يكون خريج آداب علم نفس، ولازم يكون واخد سنة إكليل. طب ايه الجزء الثالث او المساعد الثالث؟ لو احنا ما عندناش مشاكل في الاضطرابات او في الامراض، عندنا مشاكل في علاقتنا باولادنا، عندنا مشاكل في علاقتنا عموما، في علاقتنا بالاخر، اصحابنا، علاقتنا، جوازنا، خطيبنا، وات ايفر، اصدقائنا في العمل، مش عارفين ازاي نبني لنفسنا الاستحقاق، مش عايزين الناس تعاملنا بشكل معين والناس ما بتعاملناش بالشكل ده. ازاي ده ما بنروحش بقى للدكتور لان ده احنا مش مرض، فساعتها بنروح للمرشد النفسي او للكوتش. عايزين ننمي مهاراتنا، عايزين نطور من ذاتنا، عايزين نغير عاداتنا. عندنا مثلا عادات غير سليمة، بنشرب مثلا سجاير، بننام متأخر، بنسهر كتير. الحاجات دي في كوتشز يقدروا يغيروا العادات دي طالما ما فيش أمراض واضطرابات. يعني وانس ان في امراض واضطراب يبقى الكوتشز والمرشد لا يستطيع ان يعمل شيء. وفي الحاله دي لو دخلت استشاره ولقيت فيه، وانا بعمل كده الاستشارات اللي بتجيلي، مثلا عايزه تشتكي من ابنها او علاقات او مراهقين او كذا، او لا ده انا شاكه في مرض، اتفضلي روحي لطبيب نفسي. احنا كده اصلا خلصنا يا جماعه. انا سايبه لكم بقى شويه كده للاسئله وهرد على اسئلتكم. بصوا طبعا عشان في اسئله طبعا بتجيلي محتاجه طبعا ان انا في اسئله ما ينفعش ارد عليها كده 100%، لازم اقعد اعمل استشاره بقى واشوف ايه اللي حصل زمان وليه بتقول كده وكذا. العدوان النفسي ده علاجه كده بجمله واحده بس: حب نفسك. حب نفسك. آه، هل ينفع مريض نفسي يبقى دكتور نفسي؟ لا. مريض نفسي لو اتعالج يبقى دكتور نفسي، لو اتعالج بقى وعلاج 100%، ولازم يعمل مقاييس، لان احنا عندنا حاجه اسمها مقاييس الصحه النفسيه. لما يخضع بقى للمقاييس دي ويبقى اتعالج من المرض 100% وبقى له فتره كبيره، بقى في مرحله السواء، يبقى ساعتها بقى يدخل يبقى دكتور نفسي، مفيش مشكله. الشكاك بالزياده، الشك ده بارانويا. فالبارانويا دي احنا ممكن نرجعها للمرض العقلي، لان في امراض عقليه بتؤدي الى الشك بالزياده. يبقى احنا ساعتها كده لازم نزور طبيب علشان نعرف هل الشك ده وساوس قهريه ولا هو بارانويا وليه علاقه. والوساوس القهريه على فكره جزء منها كبير له علاقه بالامراض الذهنيه. الناس اللي بتغسل ايديها 100 مره، الناس اللي بتروح تقفل التليفون 7000 مره، الناس اللي بتغسل ايديها لحد ما تبري الصابون، الناس اللي بتذاكر وبتقرا الجمل 20 مره ويراجعوا بشكل مستميت عشان دايما حاسين ان في حاجه ناقصه، الناس اللي بتقفل البيبان وترجع تقفلها مره ثانيه وثالثه ورابعه. ده كل ده لازم يزوروا دكتور عشان يقول هل هو ده مرض ولا اعراض بسيطه، لان خلي بالكم في اعراض لامراض، فلو زال المرض زال العمر. اقتراحاتي لكتب علم النفس: لو عايزين تفهموا اكتر في علم النفس سطحيا، يعني انتوا ممكن تقروا كتب مثلا طه، محمد طه. ممكن تقروا، يعني ممكن ابعت لكم في الشات كده كتب
ممكن تقروها، بس يا ريت يا جماعه وانتوا بتقروا في علم النفس يبقى بس للمعلومات، لان عشان تبقوا مرشدين او كذا لازم تاخدوا كورسات، والكورسات دي لازم تكون معتمده. وانا هنا بقول مرشدين او بقول كوتشز، لان عشان تبقوا دكاتره يبقى لازم تروحوا بقى تدخلوا كليه الطب، وعشان تبقوا معالجين لازم تدخلوا اداب علم نفس من الاول. طيب لازم يكون خريج اداب علم نفس. للاسف الدوله هنا ما بتعترفش غير باداب علم نفس انه يكون معالج، اي اقسام تانية ما بيعترفوش بيه. حاضر هديكوا اسماء. الدكتور ابراهيم الفقي، بس الدكتور ابراهيم الفقي مش بيشتغل بمرض النفس، انتوا عايزين علم النفس. علم النفس سيجموند فرويد بقى ودكاتره كتير قوي اتكلموا في علم النفس طبعا، بس يعني الدكتور ابراهيم الفقي بيتكلم عن التحفيز والحاجات اللي هي ليها علاقه بالكوتشنج والتنميه البشريه وكذا. ايوه مرشدين، هبعت لكم ممكن بقى مع استاذه صباح ودكتور وائل بعض الكتب اللي ممكن تقروها. الخوف من الضلمه والخيالات والتهيؤات دي كذا حاجه مع بعض. الخوف من الضلمه احنا قلنا ان في حاجه اسمها فوبيا، الفوبيا دي من الامراض النفسيه ولازم برضو استشاره متخصص، لان هي ممكن تكون بسبب حاجه حصلت في الماضي، حد خوفك من الضلمه، حد خوفك من الضلمه، فدي من الافكار اللي تاصلت عندك واتخزنت في عقلك اللاواعي، وبالتالي بتاثر على افعالك، وكل الكلام ده هتلاقوه انا قلته في المحاضره كلها. التهيؤات والضلالات امراض ذهنيه. وعلى فكره يا جماعه كل اللي انا قلته ده في درجات، يعني في حاجه اسمها درجه بسيطه، وفي حاجه اسمها درجه متوسطه، وفي حاجه اسمها درجه شديده. الدرجات الشديده دي اللي كلنا بنلاحظ فيها، الدرجات المتوسطه اللي يمكن بعض المقربين بيلاحظوا، الدرجات البسيطه اللي احنا حتى بنلاحظ فيها ان احنا عندنا مشاكل دي بالعافيه. وعشان كده هي الناس دي ما بتلجاش اصلا متخصصين، مع ان بالعكس، ان كل لما لجأت المتخصصين في بدايه الحاجات دي كل ما فرصتك تكون احسن للعلاج. وعلى فكرة الفوبيات دي بتعالج بسهولة يعني، بس لما بيحصل بقى ايه تفريغ بقى لإيه المشكلة، وارجع بالزمن لورا، وايه اللي حصل زمان، والضلمة ليه بتخوفك، وأسئلة بقى open ended question بقى المعالج بيسألها. طب انت بتحس بإيه لما الدنيا تضلم؟ طب احكي لي اكتر على احساسك مع الضلمة. طب تعالى نجرب ومش عارفة ايه. حاجات كتيرة قوي بقى على مدى محاضرات كتير او سيشنز يعني ايه بتحصل. الامراض النفسيه والعقليه، الاي دي دي والاي دي اتش دي امراض عقليه يا جماعه، لان الاي دي اتش دي دول اضطرابين، اضطراب فرط الحركه واضطراب تشتت الانتباه، ودي بتكون امراض عقليه سببها خلل في الموصلات العقليه، او بتكون ده لما يكون مرض، عشان بس نبقى متاكدين. والاو سي دي برضو نفس الكلمه. الاي دي دي ده تشتت الانتباه، الاي دي اتش دي ده الاضطرابين مصاحبين لبعض، تشتت الانتباه وفرط الحركه. الاو سي دي ده اللي هو الاوبسيشن كومبالسيف بيهيفير او اوبسيشن كومبالسيف ديس اوردر، اللي هو الوساوس القهريه، واللي انا لسه كنت بتكلم عليها، الناس اللي طول النهار تغسل ايديها، تغسل وشها، الميكروبات، الامراض. ايه تاني؟ ده الفرق ما بينهم. في بعض الناس بيجي لها تشتت انتباه فقط، وفي ناس بيجي لها فرط حركه وتشتت انتباه. فرط حركه ده تعرفوا منين؟ الشخص اللي على طول في حركه دايما، الشخص اللي بيجي له اندفاعات في الافكار طول الوقت، الشخص اللي ما بيقدرش يقعد يكمل حاجه، بيبدا بروجكت ما يكملوش، بيبدا لعبه ما يكملهاش، بيبدا مذاكره ما يكملهاش، على طول بيلف حوالين نفسه، بيخرب، بيبوظ، بيفتح يفك كل حاجه حتى ما يهتمش يركبها، بيكتب على الحيطان، ده لو اطفال صغيرين. الحاجات دي كلها كده انتوا عرفتوا الفرق ما بين الاو سي دي والاي دي اتش دي والاي دي دي. مش عارفه افرغ. لو عايزه تفرغي في تقنيات للتفريغ، اول حاجه الفضفضه المتخصصين، تاني حاجه الكتابه، في تقنيات للكتابه، في استراتيجيات كتير زي السايكودراما، زي العلاج بالفن بكل استخداماته، والحكي، في عندنا العلاج بالرسم، العلاج بالموسيقى، دي كلها انواع من التفريغات. لازم تحضري ورش علشان تقدري تعرفي ازاي تفرغي. بحس ان في حد ماشي ورا ظهري، دي محتاجه انك تستشير متخصص، لان دي جزء من البارانويا اللي هي الضلالات، احاسيس بتجيلك وهي ليس ليها اي اساس من الصحه، فانت محتاج تستشير متخصص. ايه الخطوات اللي ناخدها مع اهلنا عشان نحسن من نفسيتهم؟ في خطوات بسيطه زي الاسعافات النفسيه اللي انا اتكلمت عليها، اللي انتوا تقدروا تقدموها كمسعفين نفسيين، وفي بعض الحاجات لازم تعملوا لها احاله،
وطبعا البيئة الآمنة المطمئنة والحاجات والبيئة الإيجابية، فقدان الشغف دي برضو من الحاجات اللي لازم تعملوا فيها حاجات كتير قوي بقى زي اللي انا قلتها كده، انك تعيش في ايجابيه، انك تاكلي اكل صحي، انك تمارسي رياضه، انك تشوفي الحاجه اللي نفسك فيها وتعمليها، تحوطي نفسك بالناس الكويسه، يبقى ليكي هدف في الحياه تحاولي تحققيه، فقدتي شغف في حاجه تحاولي تشوفي حاجه تانية، اعملي المي تايم وقدري نفسك وحوطي نفسك بالناس اللي تديك ثقه وطاقه ايجابيه وحاجات كتير قوي. فانا اللي بشكرك يا جو سعيده يا ده. عايز تمرين ايه؟ يا رب يخليكي يا داليا، أشكرك جدا، إن شاء الله نعمل لقاءات تانية. مشكورة جدا، أنا اللي بشكركم إن أنتوا سمعتوني واديتوني من وقتكم، أنا بس بحاول أقرأ. يا رب يخليكم كلكم، ميرسي ميرسي ميرسي. طبعا في محاضرات كتير، والله يا مروة أنت اللي أمتعتينا بوجودك، كتر خيركم يا جماعة وبشكركم وسعدت بيكم، ونرجو قد ممكن نكون سؤال قد صغير يا دكتور لو سمحتي؟ أسعدناكم. اتفضل اتفضل. انت من شويه اتكلمتي في اللي بيكون عنده حاله فرط الحركه وفي نفس الوقت ما بيعمل حاجه ما بيكملهاش والحاجات دي، ممكن تنويه لطريقه علاجه، يعني حاجه مختصره كده ولا ما فيش مجال؟ طيب لا طبعا هو في علاج طبعا، ده كل حاجة وليها علاج. بس اول حاجه عشان يبقى انا بتكلم كمتخصصه مش بتكلم كلام مرسل، لازم في حاجه اسمها اختبار. الاختبار ده اسمه اختبار كونر، المعالجين النفسيين بيعملوا الاختبار ده، عباره عن اسئله كتيره وبيجاوب عليها، وبعد كده بنقول هل هو ده فرط حركه مرضي ولا دي فرط حركه عرضي، لان في بعض الاوقات بيكون ده عرض لمرض اصلا اخر. فانا النهارده كمتخصصه لو انا قلت لحضرتك اعمل كذا وكذا وكذا يبقى انا مش تمام. بس انا هقول لكم على شويه حاجات بنعملها مثلا مع الامهات اللي بتجي لنا تقول لنا اطفالنا عندهم فرط حركه. ايه بقى؟ بنقول لهم اول حاجه قللوا السكريات، بلاش ياكلوا سكريات كتير وبالذات قبل النوم. اول حاجه فرغوا الطاقه بتاعتهم في لعبه او لعبه او اكتر، ولازم اللعبه دي تكون لعبه فيها حركه شديده، ما تقعدهمش. يعني مثلا ما ينفعش واحد يكون عنده فرط حركه واقول له النبي تعالى اعمل برزنتيشن على الكمبيوتر واقعد على كرسي ما تتحركش لمده مثلا 3 ساعات او كذا. اديله فرايتي في المهارات، انه يروح من هنا لهنا لهنا. حاول ان انت تديله حاجات يتفرغ فيها الطاقه بتاعته، يساعده على التركيز. عندنا كتير قوي من الالعاب اللي بتساعد على التركيز وتنميه المهارات، زي ان احنا نرسم خط على الارض ونخلي البني ادم يمشي فيه، او لعبه الكروت ان هو يتعلم ان هو يفتح الكارت ويجيب الكارتين شبه بعض. حاجات كتير قوي بتنمي المهارات وبتطلع وبتعمل تفريغ للطاقه. والكلام ده كلام مهم جدا، بس ما اقدرش اقول لك اعمله بس كده وخلاص. انت اللي قمر يا شهد، يا رب يخليكي. تمام تمام يا بعد دكتور، طبعا متشكرين جدا، جزاك الله كل خير. يا رب يخليك، شكرا شكرا. بانيك اتاكس احنا قلنا دي اضطرابات الهلع، دي مهم جدا ان احنا نستشير فيها الدكتور، لان ما دام بيحصل له بانيك اتاكس يبقى لازم يحصل جلسات، مش دواء بس ممكن جلسات. يا رب يخليكي يا نورهان، يا رب يخليكي. انا مبسوطه جدا ان انا قعدت معاكم النهارده، رغيت كتير. ازاي اكون معالج نفسي؟ لو معالج نفسي يبقى لازم تدخل كليه اداب علم نفس وتطلع معالج نفسي وتاخد حاجه اسمها كلينيكي او علاج سريري، وبالتالي بتدرس الامراض وبتدرس طرق العلاج، لان احنا عندنا طرق كتير للعلاج. انا ذكرت فيهم العلاج المعرفي السلوكي، لكن في علاج السلوكي، في علاج بالمعنى، في علاج الجدلي، في علاج بالطاقه والقبول والالتزام. في انواع كتير من العلاجات عشان انت تقوم بيها، او الايموشنال انترفيوز لازم تكون شخص اتدربت عليهم كويس جدا، عشان زي ما قلت لكم كده اللي يحضر العفريت لازم يعرف يصرف، لان لو حضرتوه صرفتوه هيحصل مشاكل كتير جدا. بشكرك حنان، بشكرك انور، يا رب يخليكم بجد. ميرسي نرمين، يا رب يخليكي. شيماء، انتوا دكتوره رمياء، بشكركم جدا والى اللقاء في محاضره قادمه. شكرا دكتورة عائشة، جدا يا بنشكرك دكتور شكرا على جزيلا. وجودك معانا. يا رب يخليكي، ميرسي جدا، ميرسي ميرسي ميرسي، شكرا. احنا جزاكم استمتعنا الله كلنا خيرا. وبجد فعلا كلام جميل جدا. وحان الوقت بقى لموضوع التسجيل، إن الشهادات، الناس اللي بتهتم بالشهادات، انا ما اعرفش بتعملوا ايه بالشهادات دي، بس بس احنا جاهزين. يعني اللي عاوز بس يحصل على الشهادة يسجل دلوقتي، هنبعت اللينك بتاع التسجيل. ابعت يا كل دكتور اللي على عاوز الشات. يحصل
ايه؟ بعته على الشات. بس هبعته برضو تاني. نعيد مرة أخرى يا صباح، لأن في ناس كتيرة بتقول إنها ما عرفتش أو ما سمعتش. فيا ريت تاني تبعتيه تاني دلوقتي. اللي عايز يسجل ويحصل على شهادة يسجل بياناته وهتجيله الشهادة إلكترونية على طول. اللي هو خلاص اكتفى بهذا القدر ومش عايز الشهادة مفيش مشكلة. اللي هو عاوز شهادة مطبوعة برضو هنوفرها له، بس طبعا هيبقى بالمقابل 50 جنيه. في حد عايز يقول حاجة دلوقتي؟ فين الفورم؟ شفت يا صباح مفيش بعد الفورم. اذنك ممكن الاول فين يا ازاي دكتور نحصل الفورم؟ على صفوت؟ الشهاده المطبوعه؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ دائما معانا بعد كده في اذنك يا الخير. دكتور. عامل ايه؟ اتفضلي. كويس، ان شاء الله تكونوا بخير كلكم. الله يخليك، ربنا يبارك لك. واخبار الاردن ايه؟ حضرتك الجو انا حلو؟ ازاي احصل على الشهاده كلنا المطبوعه؟ كل الاردن تنسب بتسلم ساعه عليك، يا دكتور. ربنا يجزيكم خير. ربنا يخليك. الشهاده المطبوعه المختومه هتبقى، هنكتب على الجروب طبعا. هي هتبقى متوفره للي حضر وسجل، يعني لازم يكون حضر وسجل. وهتبقى موجوده في مؤسسه صحه مصر دي في 7 خان يونس. هنكتب لكم العنوان وكل شيء. او يبقى موجوده مع احد اعضاء المبادره، ممكن يسلمها لكم في مكان. يعني هي المفروض ان هي المبلغ بسيط، 50 جنيه. صعب ان احنا نبعت خطابات بيها. فممكن نوفرها في اي ورشه قادمه اوف لاين في مكان، او تبقى موجوده في مؤسسه صحه مصر وتتواصلوا معاهم وتاخدوها ان شاء الله. بس اهم حاجه ان نكتب ان انا سجلت، وان انا عاوز الشهاده مختومه، مطبوعه ومختومه. التسجيل استاذه صباح حطت دلوقتي حالا فورم التسجيل. يا ريت يعني تبصوا عليها في الشات قبل الكلمه بتاعت استاذه ايمان منصور عشان تشوف الشات. بتبصوا تحت في اخر الزوم، او اللي هي الكنترول بانل اللي تحت اللي فيها الصوت والكاميرا، وهتلاقوا ايوه تم التسجيل. شكرا يا شيماء، حلوه جدا، حلو جدا انت كتبتي تم التسجيل. في طبعا ان شاء الله عقبال ما تسجلوا، في ان شاء الله المحاضره الاخيره هتبقى يوم الاربع الجاي ان شاء الله، هتبقى الساعه 9 برضو. وهذه المحاضره هتبقى عن الادمان وعلاج التدخين، وازاي ناخد المهارات بقى اللي احنا اتعلمناها فيما سبق في علاج التدخين. وبرضو هنحاول ان احنا نخرج مع بعض بشويه افكار. احنا رئه ورديه وسفراء الصحه معنيه بشكل كبير اساسا بموضوع التدخين، ونفسنا الدوله كلها والناس كلها والبيوت كلها تبقى رئتها ورديه. عايزين حياتنا ورديه، عايزين صحتنا ورديه، وعايزين كل شخص يبقى حاسس بسعادة. طبعا بعد المحاضرة الجميلة أو اللقاء الجميل مع دكتورة عائشة اللي احنا ما حسيناش بيه، خلص بسرعة. بس طبعا في تفاصيل كتيرة متعمقة إن شاء الله هتوفرها دكتورة عائشة من خلال المبادرة ومن خلال زهوة أكاديمية زهوة للاستشارات والتدريب، بتخفيض كتير قوي للسفراء الصحة ولأعضاء مبادرة رئة وردية. طبعا الكلام ده هنكتبه على الجروبات، بس دايما الكلام المباشر هو ده اللي بيلمس الناس والناس بتفهمه وبيتفاعلوا عليه. وطبعا ان شاء الله التسجيل بتاع هذه المحاضره اتمنى بس يكون حصل، لان انا كنت بخرج وبدخل كل شويه فكان في مشكله في التسجيل. ان شاء الله هو مبين لي هذا الجهاز وهذه الزوم بتقول لي ان احنا مسجلين. شكرا شكرا، ربنا يخليكي، وانا اتطلع الى رؤيتكم. ده بقى يعني ايه مسك الختام. مش هقول ختامها مسك، انما مسك الختام، لانها عن الموضوع الذي احبه واعشقه واللي حاسس ان ربنا سخرني ليه. فان شاء الله ان شاء الله شكرا يا استاذ رجب، كوتش رجب، ربنا يخليك. شكرا جزيلا دكتور اماني، ربنا يبارك لكم كلكم. سعاد سجلت الحمد لله. هي سعاد سجلت الحمد لله. انا اللي بيسجل ده ببقى مبسوط لان هو واعي وفايق كده. واضح ان المحاضره او الكلام بتاع دكتوره عائشه فرفشكوا وعملتوا جلسه الاسترخاء يعني اطمنتوا. في حد كتب تم، مين اللي تم ده بقى؟ تم ده ساره السيد. ماشي يا ساره، تم.
حلوه تم دي اللي هي بتاعت اللي بتتكتب على الفيسبوك تم دي وخلاص علشان تجي لي كل الاخبار. ممكن افهم اكتر عن كارت الشباب؟ عينينا، احنا العشر دقايق الجايين هنتكلم على كل ما لذ وطاب. عايزين نحلل لكم ماتشات الدوري مفيش مشكله، عايزين نتكلم في مشاكل غير سياسيه وغير دينيه مفيش مشكله. طبعا شهاده الورشه هي اونلاين زي ما قلنا، شهاده الورشه للناس اللي حضرت وسجلت. اللي عايزها مطبوعه هنقول له على مكان وجودها، وبتبقى بتكلفه 50 جنيه. وطبعا هتبقى مختومه من مؤسسه صحه مصر. استاذ يوسف ماشي تمام. كارت الشباب هو عباره عن كارت دولي باعتراف اليونسكو، حاطط حتى الشعار بتاعه. هي جهه دوليه شغاله لحوالي 30 مليون شاب وشابه حول العالم. هم تفاهموا معانا ان كل الحضور في الفعاليه بتاعت يوم 9 اغسطس هيحصل على الكارت مجانا. الكارت قيمته 200 جنيه. بعد طبعا الفعاليه المفروض ان احنا اي حد هيحصل عليه ب 150 جنيه. ده هم عاملين لنا تخفيض يعتبر 25% تقريبا. بيبقى هو الكتروني، القصه كلها الكترونيه. بيديك امتيازات ايه؟ امتيازات في كل الاماكن اللي كارت الشباب متعاقد عليها. في 3 انواع من الكروت. كارت الطالب ده من اول 6 سنين لحد ما يخلص الجامعه لحد 21 او 22 سنه. وفي كارت التيتشر اللي هو برضه بيثبت ان هو تيتشر. وكارت الشاب اللي هو تحت 35 سنه. الثلاثه بيقدموا نفس الخدمات في مصر. بره مصر الكروت مختلفه في خدماتها، بس في الاول وفي الاخر هي كروت خدمات وتخفيضات في اماكن كثيره تهم الشباب. واحنا بنحاول مع الجهه الدوليه ان احنا نظبطه، او ان احنا نخلي فيه حاجات تخدمكم. كل في مكانه، وكل في محافظته، وكل في قريته. حتى كمان لو حد عندكم عاوز يدخل الكارت او عاوز ان هو يبقى مقدم خدمه للكارت، اهلا وسهلا. هنعمل حاجه مخصوص للي فوق ال 40. واللي فوق ال 40 دول بقى يعني ايه، ليهم كروت بقى تخفيضات للمرض بقى للعلاج من الامراض المختلفه. وانا منهم طبعا، انا 58 سنه. فيعني هنلاقي بقى ايه، كارت الكبار ده في مستشفيات، في معامل اشعاعات ادويه. وفعلا يمكن دكتوره عائشه من خلال مبادرتها قالت لنا على مكان ممكن يقدم لنا هذه الخدمه. وان شاء الله ان شاء الله نوفرها. بس نخلص الاول من كارت الشباب لان كتير ما سجلوش. وكذلك ناس كتيره حضرت وما فهمتش ايه موضوع التسجيل وايه الكارت. فان شاء الله نوفره، ونوفر كارت واثنين وثلاثه. لان غرضنا من رئه ورديه وسفراء الصحه ان احنا نوصل ونحقق السعاده، او نحقق الفرحه، او نحقق الخير لكل حد في قلبه خير، لكل حد بيحب الخير لنفسه وبيحب الخير للغير. لأن احنا كلنا سفراء لربنا سبحانه وتعالى ولرسالة ربنا في الأرض. احنا كلنا رسل من عند ربنا لتحقيق الخير ولإصلاح إصلاح البلد وإصلاح الدنيا كلها. وده هدف ربنا من خلقنا ليه. كل اللي بيصلح في الدنيا حتى لو بوذي فهو حقق الرسالة. طبعا لازم يؤمن أكيد بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بس برضو ربنا بيكافئه. عشان كده الغرب برغم ابتعادهم ممكن عن الإسلام أو عن الدين. على فكرة الإسلام مش هو بس الإسلام بتاعنا. الإسلام هو أن يسلم الإنسان وجهه لله. فلو هو مقتنع بكده وبينفذ فهو في خير. هم بيطبقوا التعاليم والأخلاق اللي احنا المفروض نطبقها. فربنا يا رب يعني يصلح بينا ويستخدمنا لنصرة دينه ولإصلاح البشرية. وهو ده هدف ال 300 او ال 400 مليار مليون عربي، والمليار و300 مليار و300 مليون مسلم. ان هو يخلوا البشريه في خير والانسانيه في خير يا رب ان شاء الله. طبعا اللي عايز يتبعت له الشهاده شحن، خلينا نكمل بقى على الجروب طبعا على الواتساب. بس اللي عاوز طبعا هيتواصل مع استاذه صباح وهيتحمل بس تكاليف الشحن زي الحاجات اللي بتبقى على الفيسبوك. يعني القيمه 50 جنيه والشحن ليس مجانا.
اللي سجل يخرج بس يعني احنا مش عايزينكم تخرجوا وعايزينكم معانا دائما وابدا. بس انا كده خلصت، الا اذا حد عايز اي حاجه تحت امركم. لو في شحن لازم هيبقى في تكاليف للشحن، انا مش عارفها بصراحه، هنشوف مع البريد. فهنكمل الكلام ده كله على الجروب بتاع الواتساب ان شاء الله، ومنه هننشر اللي اتعلمناه النهارده من الدكتوره عائشه، ومنه هننشر الخير والصحه في كل البشريه. استاذ ثائر طبعا معانا، انا بقول استاذ ثائر بالذات لانه ما فوتش ولا ورشه، ودائما متفاعل. وهو هينشر بقى المبادره في الاردن معانا، وهينشر المبادره سفراء الصحه المشروع في الاردن معانا، لان الناس المؤمنه ان لها دور في الحياه غير انها تيجي وتمشي او تيجي وتخلف وتشتغل. دول لازم يعني ربنا يستخدمنا بان احنا نسعدهم ونبقى جنبهم ويستخدمهم معانا للخير. ربنا يجزيك خير يا استاذ سائر طبعا، يعني وكل الناس الحلوه اللي مكمله معانا من اول يوم لحد اخر يوم، ومفيش اخر يوم ان شاء الله. ف ممكن تحصيل عن طريق حاضر يا احمد، ماشي حلو جدا. يبقى اللي عايز شهادته بس كده لازم الناس تعرف ان هي بتبقى تكلفه زياده عن ال 50 جنيه، وهي معتمده من صحة مصر والاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي. ده مؤقتا، انما هيبقى في اعتمادات دولية بإذن الله قريبا جدا جدا جدا. الاعتمادات الدولية هتبقى في حدود من 10 ل 20 دولار طبعا، يعني هعلن عنها في وقتها، وبالتأكيد هيبقى لحضراتكم الأولوية ان احنا نعملها ان شاء الله. انا قلت التفاصيل والله يا فاطمة، بس هقولها لك ان شاء الله بعد كده. طبعا التفاصيل ان هو كارت دولي، هذا الكارت اللي اقل من 35 سنه بيبقى للشباب، لو حد معاه اثبات ان هو تيتشر او مدرس او طالب بيبعتها وبياخد كارت الطالب او التيتشر، بتبقى شكله مختلف، هو كارت ديجيتال بنفكر نطبعه، موجود عليه او في اتفاق ما بيننا وما بين الجهه الدوليه ان هو يبقى مجانا للي حضر الفعاليه يوم 9، وب 150 جنيه للي ما حضرش. وهو بيقدم خدمات ومنتجات كثيرة موجودة على الصفحة بتاعتهم، وإحنا بنحاول نزودها. أستاذة تسنيم اتفضلي. هو أستاذة تسنيم انا ازاي اتفضلي. هو انا ازاي اكون سفيرة للصحة؟ ده سؤال جميل جدا جدا يا تسنيم. هو طبعا هذا الأمر في إيد رودينا السفيرة رودينا، بس هقول لك عليه. سفير الصحة المفروض إن هو عنده فكرة ينشر بيها المبادرة بتاعت رئة وردية، أو ينشر بيها أي معلومات صحية. بس هذه الفكرة ما تبقاش ورشة أو ندوة أو فيديو، لازم تبقى فيها استمرارية. يعني الكلاس بتاعي، المدرسة بتاعتي، الجامعة بتاعتي، الحي بتاعي، يبقى فيه فكرة. وهنقول يمكن المرة الجاية يوم الأربع في الجلسة بتاعتي أو في اللقاء بتاعي معلومات أكتر عن كده، وهنعمل لقاء كده مجمع هو نفكر انا معاكم بصراحة فيه. ضفت اصحابي كتير قوي ليا كانوا في الجامعة في الجروب، وكمان يعني عرفتهم على رئة وردية دي وشرحت لهم ايه الموضوع بالظبط. ده بوينتس اللي اعلنت عليها رويدا، ده بوينتس بس كمان بيدي. بفكر ان انا ابقى اعمل فيديو ويعني كأنه توعية للناس حلو، عشان يدخلوا رئة وردية. حلو جدا. واحنا معاك هنفكر في حاجات كتيره، هتلاقي منهم مثلا اللي بتعمل شعر او اللي بيعمل اغنيه. كل حاجه هنعملها تضاف للرئه ورديه او تضيف لرئه ورديه هيبقى هايل. بس الاحسن انها تبقى حاجه مستمره، واحنا هندعمها معاكي يا تسنيم، طالما انت قويه جدا الحمد لله. وفي الجامعه، وجامعه الطفل دي اول مره اسمع عنها منك انت، فدي حتى في حد ذاتها المفروض تبقي سفيره بسببها يعني. بس طبعا احنا عشان نساوي ما بين الناس المفروض نحضر الورش، نشارك في الفعاليات، نعمل أنشطة بالظبط بالظبط اللي قالت لك عليه أو اللي كتبته رويدة على الجروب بتاع الطلائع. ولو إني مش حابب كلمة الطلائع دي، بس ماشي مشيها الطلائع. بعد كده إن شاء الله مع بعض، كل اللي عمل حاجة فيها خير، كل اللي عمل حاجة كويسة ومقدرة، احنا مش ما بندفعش فلوس خالص في كلمة سفير، بس هو لازم يستحقها. لازم يبقى في سن معين عمل نشاط معين. وعندنا لقبين: لقب سفير رئة وردية ده لأي سن،
وسفراء الصحه من 15 ل 35. فسفير رئه ورديه برضو حاجه عامه وقويه وبتنشر الكلمه زي ما انت عملتي كده يا تسنيم يا جميل. بس انت ليه وكمان مكتوب تسنيم واسماعيل؟ انتوا الاثنين مع بعض في نفس الاكونت؟ هو اخويا معايا. طيب تمام يا حبيبتي، ربنا وكمان يبارك لك. وكمان هو ازاي احصل على كارت الشباب؟ كارت الشباب هو برضو على جروب هبلغ او هنكتب على الجروب اللي عاملاه مفروض رويدا. هو المفروض تكوني حضرتي الفاعليه عشان تاخديه مجانا. الفاعليه دي كانت يوم 9، انت حضرتي الفاعليه انا اعتقد صح؟ هو انا بصراحة ما كنتش اعرف. طيب مفيش مشكله، هو ساعتها هيبقى ممكن نعمله مجانا لعدد محدود كده، بس لسه ما نكلم بس الجهه الدوليه لانها حاطه لنا عدد محدود وشروط معينه. انما هو في العادي هيبقى ب 150 جنيه. هو كارت العادي لو دخلتي على الايسك هتلاقيه ب 200 جنيه وبيجي وبتسجلي بياناتك عليه وكل حاجه. بس التخفيض ده سجل ل على ايه؟ ايسك. ايسك ده ISIC انترناشونال ستودنت ايدنتيتي كارد. ده ب 200 جنيه بتاخديه على طول. انما عن طريقنا هيبقى فيه تخفيض 50 جنيه، هيبقى ب 150 مش ب 200. وهنحاول نجيبه بتخفيض اقل شويه وهو يبقى كارت سنوي وبيجدد ان شاء الله يا تسنيم ليكي ولاسماعيل ولكل الناس. هحاول اخلي رويده تبعت لكم. اللي سجل هياخد الكارت ببلاش، وفي حوالي 9 تقريبا سجلوا في الايفنت اللي هو بتاع الفعاليه وحضروا، اثبتوا ان هم حضروا بشويه صور بعتوها. واللي ما حضرش الفعاليه هيبقى في تخفيض ان شاء الله. تمام. شكرا يا حبيبتي، ربنا يبارك لك. اشكر حضرتك. طيب الله يخليكي، انا اعتقد كده نكتفي بهذا القدر. فهقفل الريكورد.